انت دلوقتي بتتفرج على ملخص اسطوري، وده لاني جايب لك انمي كامل وملخصه لك في فيديو اكتر من ساعة. هتتفرج على ملخص عظمة على عظمة، وده لان الاحداث مولعة والبطل جامد. فاتفرج على الفيديو ده للاخر علشان هيعجبك جدا. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك، ويلا بينا نبدأ. بيبدأ الانمي بهجوم مجموعة من الشياطين على قرية وبيبدأوا يدمروها، وبيظهر تنين في السماء وبيكون عليه شخص وبيقول تعويذة، فبيحرك ورق تجاه الشياطين وبيتحول الورق لمتفجرات شديدة جدا. وعند راجل بيظهر شيطان فجأة وبيهجم عليه، لكن بيوصل التنين وبيدمره في لحظة. وبنعرف ان اللي على التنين كان سيكا طارد الارواح. وبيحكي لنا سيكا ان للاسف الموضوع ما تمش بالنجاح، وان كل تلاميذه اتخطفوا بامر من اعضاء المحكمة الامبراطورية. وبنشوف سيكا قاعد وسط الحطام وتعبان جدا بعد المواجهة، وبيقرر انه لازم يبدأ من جديد، وانه هيتجنب الاخطاء اللي ادت للي حصل في حياته التانية. وبيستخدم تعويذة معينة قبل ما المكان ينهار بلحظة. وبننتقل لقصر وبنشوف طفل قاعد في دايرة سحرية، ووالده بيلقي عليه تعويذة عشان يعرف مستوى قدرته على السحر. فبيتفاجئوا انه ما عندهوش اي قدرات سحرية على عكس باقي الاسرة كلها. وبيبدأ أخوه غاري يتنمر عليه بسبب ضعفه، وبنعرف إن الطفل هو سيكا في حياته الجديدة اللي قدر يبدأها. وبالرغم من عدم امتلاكه لأي قدرات سحرية إلا إنه عنده قدرات روحية عالية جدا. والتاني يوم بنشوف سيكا مع أوراق شجر وبيبدأ يلقي عليها تعويذة خاصة بيه، وبالفعل بينجح. وبيتحول جزء من الورق لفران وجزء تاني لغربان، لكن بيوصل عنده غاري فبيداري سيكا باقي الورق بسرعة. وبيبدأ غاري يضايقه كعادته وبيكون هيهجم عليه ويضربه، لكن فجأة بتهجم الغربان على غاري بعنف، فبيوصل أخوهم الكبير روفت وبيبعدهم عنه. وبيستغربوا ظهور الغربان وإنها بس هجمت على غاري، وطبعا بيكون سيكا هو اللي متحكم فيها. وبعد سنتين بنشوف سيكا وبنعرف إن كل اللي في البيت بيتجاهلوه وبيسيبوه لوحده، لكنه ما بيبقاش متضايق. وبنشوف سيكا بعدها في اوضته وبيكون بيجهز الورق اللي بيستخدمه في تعويذاته. وفجأة الباب بيخبط وبتكون ايفا مساعدتهم في البيت، وبتديله ملابس ليه بتقوله انها لقيتها في الغابة فبيشكرها جدا. وبيكون غاري هو اللي وداها هناك علشان يضايقه. وفي نفس الوقت بيوصل عندهم غاري وبيكلم ايفا بتكبر وقسوة وبيأمرها تروح تشوف شغلها. وبيبدأ يتكلم مع سيكا بغرور وبيقوله انه هيروح لأكاديمية السحر قريب عشان ينمي قدراته، على عكس هو اللي هيفضل محبوس في البيت لانه ما عندهوش اي قدرات. لكن بيوصل عندهم والدهم روفت وبيكلم الوالد غاري بنبرة شديدة علشان ما يضايقش سيكا. فبيتوتر غاري جدا وبيبعد عنه، وبيقول الوالد لغاري وروفت ان ده ميعاد تدريب السحر بتاعهم فبيمشوا معاه. لكن بيوقفهم سيكا لما بيطلب من والده انه يحضر معاهم التدريب فبيوافق. وبيبدأ روفت وبيستخدم سحره وبيوجه ضرب على صخرة فبيعمل فيها فجوة ضخمة. وبيجي دور غاري وبيستخدم تعويذة نار شديدة وبيوجهها على صخرة تانية وبينجح. وبيروح بعدها لسيكا وهو قاصد يضايقه، وبيقوله لو يحب ممكن يجرب انه يستخدم التعويذ. وبيحاول روفت يمنعه انه يضايق سيكا، لكنهم بيتفاجئوا بسيكا وافق. وبياخد العصاية السحرية وبيروح تجاه صخرة وبيبدأ يستحضر طاقته الروحية، فبيوجه كرة من النار الزرقاء وبتدمر الصخرة بالترابيزة اللي عليها. وبيتصدم والدهم واخواته من اللي شافوه، وبيتعصب غاري جدا وبيحاول يقلل منه وبيقول ان دي بس قوة العصاية. فبيقول والدهم ان في ناس بتتولد من غير قدرات سحرية، لكن بالرغم من كده بتقدر تستخدمه. فبيسيبهم سيكا مع اعتقاداتهم ومش بيصارحهم بقدراته الروحية. وبيقول الوالد لسيكا ان هيكون ليه مدرس خاص بيه زي اخواته، فبيفرح سيكا. وبالفعل بيبدأ سيكا دروسه وبيجتهد فيها جدا، وبيلاحظ والده اجتهاده. وبعد سنين وصل سيكا ل 11 سنة وبيكون في اوضته مستمر في صنع الورق، وبيفكر في حياته السابقة قدر يهزم وحوش وشياطين كتير جدا ويختمهم. ومعنى انه ختمهم انه ممكن يقدر يستحضرهم في اي وقت واي عالم مختلف عن اللي كانوا فيه. وبيبدأ سيكا يحاول يستحضر واحد من الشياطين وبالفعل بينجح. وبتكون بنت اسمها يوكي وبتفرح جدا اول ما بتشوفه وبتكون عارفاه، ولكن باسم هيروشي. وبتسأله بعدها هو محتاج منها ايه، فبيقول لها انه بس كان بيجرب التعويذة وانه لازم يرجعها زي ما جابها لانها ما ينفعش تظهر ابدا. فبتتحول يوكي في لحظة لكلب صغير جدا وبتستخبى في شعر سيكا. وبننتقل لغاري وبنلاقيه بيعامل ايفا بقسوة كعادته. بتكون ايفا برضه مش عارفة تتصرف ازاي، فبيوصل سيكا وبيتدخل وبيقول له يبعد عنها. فبيتعصب غاري جدا وبيهجم عليه بضربة شديدة، لكن بيصدها سيكا بايده من غير ما يتحرك من مكانه. فبيتحرق غاري وبيتعصب اكتر فبيسيبهم وبيمشي. وبتشكر ايفا سيكا وبتطلب منه لو يقدر يروح معاها لجنينة القصر.
وبتوريه حيوان صغير جدا وبيكون اتعرض لهجوم للأسف، وبتسأله إيفا لو في إمكانية إنه ينقذه، فبيقول لها سيكا إنه هيحاول، لكن بيطلب منها تبص للناحية التانية. وبيبدأ سيكا يستخدم تعويذة معينة وبتبص لهم إيفا، فبتتفاجئ بإنه قدر ينقذ الحيوان، فبتفرح إيفا جدا. وبتسأله بعدها لو إنه يقدر يستخدم سحر الشفاء، فبيقول لها إنه بيستخدم حاجة شبيهة ليه، فبتقول له إنه بجد مختلف عن باقي أسرته. فبيرد عليها سيكا إن هي كمان مختلفة لأنها بتشوف حاجات محدش غيرها بيشوفها. فبتتوتر إيفا جدا وبتقول له إنها ما تعرفش هو بيتكلم عن إيه. فبيقول لها سيكا إنه شافها بتتتبع أرواح الحيوانات أكتر من مرة، فبتتصدم إن هو كمان بيشوف أصلا الأرواح. فبتصارحه إيفا وبتوري له مجموعة من الأرواح، وبتقول له إنها دايما بتشوفهم مجتمعين حوالين حاجته لكنهم مش بيقربوا منه أبدا. وبتقول له إنها حاولت تتحكم في الأرواح، خافت جدا ففشلت. فبيسألها سيكا لو إنها تحب تتعلم التعويذة السحرية، فبتستغرب لأنها أصلا ما عندهاش أي قدرات، فبيقول لها إنه مش ضروري. وبيستحضر شعلة نار وبيطلب من إيفا إنها تأمرها تختفي. فبتحاول إيفا لكنها بتكون رقيقة جدا فما بتختفيش الشعلة، لكن بتتعصب إيفا وبتقولها بعنف، فبتختفي وبتنجح فعلا. فبيقرر سيكا إنه هيساعدها علشان يستفيد من وجودها جنبه بعدين. وبتمر عليهم الشهور وهم لسه بيتدربوا وبتتطور مهارات إيفا. وبيجي عيد ميلاد سيكا الجديد، وبنعرف ان اسرته مش بتحتفل بيه زي باقي اخواته، وان احيانا والده بيهتم لكنه حتى مش موجود. وبيكون سيكا لوحده، فبيروحوا له غاري وروفت وبيقولوا له انهم هيساعدوه في التدريب على المبارزه. لكن في نفس اللحظه بيجروا عليهم مساعدات القصر، وبيقولوا الروفت ان في وحش في المدينه وبيتجه للقصر. وبالفعل بيحسوا بوجوده وبيشوفوه من الشباك، وبيكون ضخم جدا. فبيجري غاري وهو مرعوب زي الاطفال. فبيحاول روفت يتصرف وبيأمرهم كلهم يروحوا لاخر القصر ويقفلوا كل الشبابيك والابواب، لكنه بيشوف سيكا بيجري بكل سرعته تجاه الوحش، وبيكون قريب من إيفا وواحدة تانية من المساعدين. فبيروح لهم سيكا بكل سرعته علشان ينقذه، لكنه بيتفاجئ بإيفا قدرت تستخدم تعويذة النار وتبعده عنهم. فبيفرح بيها سيكا جدا، وبيروح بعدها للوحش وبيخليه يحصله لحد ما بيوصلوا قدام القصر. وبيتفاجئوا كل اللي في القصر بسيكا طاير قدام الوحش، وبيستخدم تعويذة أرواح قوية جدا فبيقضي عليه في لحظة. وبيبقوا كلهم مصدومين ومش مستوعبين اللي حصل قدامهم، وبيبدأوا يسقفوا لهم بكل انبهار. وعند البوابة بنكتشف ان والده وصل وشاف كل اللي حصل وكان برضه مصدوم. وفي نفس اليوم بالليل بيتصدم سيكا انهم عاملين له وليمة ضخمة مخصوص علشانه، وبيكون والده فخور بيه جدا وبيقول ان اللي عمله كان صعب حتى على امهر السحرة، وبيأكد روفت على كلامه. لكن بيكون غاري متعصب جدا وحقد على نجاحه. فبيتكلم الوالد وبيسأله لو يحب مكافأة معينة. فبيقوم سيكا وبيقول لوالده ان بما انه فرد من اسرة لامبورج هيحب يقدم مواهبه لخدمة الامبراطورية، وبيطلب منه يقدم له في اكاديمية السحر. وبيسمع غاري الجملة وبيكون هيتجنن، فبيوافق والده لكنه بيقول له انه لازم يجتاز اختبار القدرات الاول. وبيكمل سيكا وبيطلب منه طلب تاني ان ايفا تروح معاه للاكاديمية كمرافقة ليه. فبتتصدم ايفا جدا، فبيقول له والده انه مستحيل لان ايفا ما عندهاش اي قدرات. فبيرد سيكا انه هيثبت له مهاراتها. وبياخد ايفا وبيقفوا عند الشباك وبيديها العصايه السحريه، وبيقول لها بصوت واطي انها لو عايزه تروح معاه جريء، وتقول بصوت عالي اضطراب العدم. فبتفكر ايفا انها فعلا عايزه تروح معاه، فبتشاور بالعصايه وبتقول الجمله بكل قوتها. فبيحصل انفجار ضخم جدا بيصدمهم كلهم. وبيبص سيكا بعدها لوالده بفخر وبيسأله لو كان ده إثبات كفاية، فبيوافق والده. فبيقوم غاري وهو متعصب جدا وبيزعق وبيقول لوالده ازاي يوافق على كده، وان لازم يا هو يا سيكا اللي يدخلوا، لان تقاليد اسرتهم بتمنع ان اخين يدخلوا نفس المؤسسة التعليمية. فبيجاوب والده بكل هدوء ان بالفعل ده مش هيحصل، وبيقول لغاري ان هو اللي مش هيدخل الأكاديمية وهيدخل الجيش الامبراطوري. فبيتصدم غاري، لكن بيكمل والده وبيقول له انه قوي وكمان بارع في المبارزة. فبيقاطعه غاري انه كمان عنده القدرات السحرية على عكس سيكا. فبيقول له والده انه سيكا طور من نفسه خلال السنين اللي فاتت على عكسه. فبيتعصب غاري جدا وبيتحدى سيكا في معركة، والفايز فيها هو اللي هيدخل الأكاديمية. فبيوافق سيكا. فبيوافق والدهم وبيقول لهم ان المبارزة هتكون تاني يوم، وبيحط لهم شروط ممنوع يتخطوها، وبيقول ان هو بنفسه اللي هيكون الحكم. وبنشوف بعدها سيكا في اوضته وبيجهز الورق اللي بيستخدمه في تعويذه،
وبتخرج يوكي من شعره وبترجع لطبيعتها البشرية وبتتكلم معاه في اللي حصل، لكن بيخبط الباب فبترجع تستخبى وبيداري سيكا الورق، وبيفتح سيكا فبيكون رفت وبيستغرب هو عايز ايه، فبيتفاجئ برفت بيقوله انه بس كان عايز يهنيه علشان عيد ميلاده وبيقدم له هدية وبتكون عبارة عن قلم، فبيفرح سيكا بيه جدا. وبيتكلم مع رفت بعدها وبيطلب منه ما يزعلش لو انهم ما كانوش قريبين من بعض السنين اللي فاتت، لكنه فخور باللي وصله وفخور انه اخوه، فبيفرح سيكا جدا من كلامه. وبنشوف سيكا لوحده وبيتفرج على القلم وبتظهر يوكي وبتستغرب ده ايه، وفجأة بيحس سيكا بحركة وبيطلب منها تستخبى، وبالفعل بيتفتح الشباك بعنف شديد جدا وبيكون بسبب سحر غري. وبيكلم سيكا وهو متعصب جدا وبيقول له يبارزه دلوقتي، ولو خسر يبلغ والده تاني يوم انه هينسحب. وما بيستناش غري يسمع حتى رده وبيهجم عليه بسحر ناري عنيف جدا، لكن بيتصدم بسيكا ما تأثرش حتى، فبيهجم عليه بسحر أشد، فبيصنع سيكا حاجز حامي حواليه وبيخرج واحدة من أوراقه وبيبدأ يقول تعويذته. وبيكون غري مش فاهم اللي بيعمله سيكا، لكن أول ما بيمسك سيكا الورقة بيتألم غري بشدة لحد ما بيضطر يستسلم وبيغمى عليه من التعب. فبتظهر يوكي وبتسأل سيكا هو ازاي هيسيبه عايش بعد ما شاف جزء من قدراته، فبيقول لها انه مهما كان فهو اخوه. وبيفتكر سيكا اللي حصل بالفعل وقت هزيمة الوحش، وبنعرف انه استدعى واحد من الشياطين وطلب منه انه يروح للجبل ويستدرج الوحش الضخم للمدينة لحد ما يوصل للقصر. وبيكون سيكا هو اللي خطط لكل ده عشان بس يوصل لاحترام وتقدير أسرته ليه. وبيروح بعدها سيكا يساعد غاري المغمى عليه، فبتسأله يوكي اللي يخليه صيد أرواح ماهر زيه قابل يعيش مع أسرة بشرية، فبيقول لها سيكا انه قرر انه يكون واحد منهم. وبيجي وقت انهم يروحوا الأكاديمية وبيودعهم رفت، وبيقول لسيكا ان والده بيوصيه انه يجتهد دايما، وبيبدأوا طريقهم بعدها وبيودعهم رفت. وفي الطريق بيقدم سيكا لإيفا سلسلة فيها كل الأحجار السحرية لأنها تساعدها أكتر لجذب الأرواح، فبتفرح بيها إيفا جدا. وبيقربوا من الأكاديمية وبيشوفها من الشباك وبيكونوا مبهورين بيها جدا. وبننتقل لوالده جوه الأكاديمية وبنعرف إن مديرها وبيكون منتظر وصولهم، وبيفتكر إن عدى 12 سنة من وقت ما وصل عنده، وبنكتشف إن سيكا في الحقيقة مش ابنه لكن ابن أخوه الصغير جيلبرت، وإن واحدة جت اديتهوله واختفت بعدها. وبنعرف إن جيلبرت قرر إنه يكون مغامر ويكتشف العالم، لكنه اختفى في أرض شيطانية وظهر بعدها سيكا ابنه. وبيفكر إن ممكن تكون والدة سيكا شيطانة لكنه ما عندهوش أي قدرات سحرية. وبيفتكر كمان ضربة النار الزرقاء اللي وجهها على الصخرة بالرغم من سنه الصغير، وكمان هزيمته للوحش قدام القصر. وبيحس بالذنب إنه دخل غاري الجيش غصب عنه، لكن كان بيحمي سيكا لأنه يا إما هيتم الاهتمام بيه ومراعاته فيكون حامل الإمبراطورية، أو يتم إهماله فيتحول لشيطان مدمر. وبيوصلوا سيكا وإيفا بعدها أخيرا، وبيكون سيكا تعب جدا خلال الطريق، وبينزلوا بعدها علشان يستكشفوا المكان، وبتكون إيفا منبهرة جدا، وبيشوفوا واحدة بتنده على كل الطلاب الجدد وبتطلب منهم يروحوا لها. وبالفعل بيروحوا وبيكون قدامها بلورة سحرية بتقيس مستوى القدرات عند كل ساحر. ولما بتعرف البنت اسم سيكا بالكامل وانه من أسرة لامبروج بتتوتر وبينبهروا كل زمايله. ولما بتعرف إيفا نفسها بيعرفوا انها من العامة، وبيستغربوا ازاي ممكن واحدة من العامة تدخل الأكاديمية. وبتطلب منهم البنت يحطوا ايديهم عند البلورة، فبتبدأ إيفا وبيلاحظوا قوة سحرية مختلفة لكنها ضعيفة شوية. وبيجي دور سيكا، ولما بيحط ايده ما بتديش البلورة اي علامة، فبتتوتر البنت وبتضطر تجامله وتقوله ان يمكن قوته خارقة للقوى العادية، لكن بيرد سيكا ان يمكن ما عندهوش اصلا اي قدرات سحرية. فبيستنتجوا كل الطلاب انه دخل الأكاديمية بواسطة والده وبينزل من نظرهم. فبتتعصب إيفا جدا من كلامهم، فبتظهر نارها غصب عنها فبتخفيها بسرعة. وفجأة بتظهر بنت وبتقوله بعصبية انه لو خلص يمشي من الطريق. وبتروح البنت عند البلورة وبتقول لها ان اسمها أميو من عامة الشعب، وبتحط ايديها أميو على البلورة فبتنور بقوة شديدة جدا. وبيعرفوا ان أميو عندها كل الطاقات السحرية بمستوى عالي، وبيبقوا كلهم منبهرين. وبتمشي أميو بعدها بكل ثقة، لكنها بتلتفت لسيكا وبتقوله ان وجودها معصبها لان الأكاديمية مش مكان لغير السحرة. فمش بيركز سيكا في كلامها، بس بيجيله شعور غريب انه حاسس انه يعرفها من حياته السابقة. وبيدخلوا بعدها للاختبار وبيطلعوا، وبتكون إيفا متوترة جدا بعدها، وبيحاول سيكا يهديها. وبعدها بيشوف أميو وبيعرف انها بتستخدم السيف للسحر بدل العصاية السحرية. وبينتقلوا للاختبار العملي، وبيلاحظ سيكا ان كل واحد من الطلاب بيستخدم نوع واحد بس من السحر.
وبيجي الدور على ايفا وبتستخدم التعويذة اللي علمها لها سيكا، فبتخرج شعلة نار قوية جدا تجاه الهدف، وبينبهر المعلم وكل الطلاب، وبتطلب انها تنتقل للهدف اللي بعده، فبيوافق المعلم وبيتصدموا برضه بمهاراتها في سحر الهواء. وبتروح بعدها لسيكا وبتسأله عن رأيه، فبيكون سيكا مصدوم وبيقول لها انها كانت رائعة وبيكون حقيقي فخور بيها. وبيجي الدور عليه وبيبقوا كلهم مستنيين يشوفوا هيعمل ايه، وهو ما عندوش اي قوة سحرية، فبيستخدم سيكا طاقة اللهب الازرق، فبيتصدموا كلهم لان اللي بيقدروا يتحكموا فيه نادرين، وبيطلب انه ينتقل للهدف التاني وبيكون اصعب لكنه برضه بيدمره، وبيبدأ ينتقل من هدف للتاني، وفي كل مرة بيكون الهدف مستواه اصعب لكنه بيقدر يدمرهم، وبيكونوا الطلاب والمعلم مبهورين بقوته. وبيكون المعلم واقف لوحده في مكان الاختبار وهو مصدوم، فبتروح له المعلمة بتاعت البلورة، فبيقول لها ان بالرغم من قوة الطالب سيكا وايفا الا انه ما شافش في قوة الطالبة اميو. وبيجي تاني يوم وبيروحوا سيكا وايفا يشوفوا لو انهم نجحوا او لا، وبتكون ايفا متوترة جدا لكن بيحاول سيكا يهديها، وبيبدأ يدور على اسمه وبيكون نجح لكنه بيكون في المرتبة الثالثة، فبيتصدم ان ايفا تفوقت عليه وفي المرتبة التانية، اما المرتبة الاولى فبتكون بالتأكيد اميو. وبيجهزوا وبيروحوا اول يوم في الاكاديمية، وبتكون ايفا متوترة كعادتها، وفجأة بيحس سيكا بأرواح في الغابة جنبهم، فبتقول له إيفا إن بالفعل في أرواح الظلام، وبتستغرب وجودهم بكمية كبيرة، فبيروح سيكا تجاههم وبيتفاجئ بوجود دائرة سحرية كبيرة على الأرض، ولكنهم بيحسوا إن سحرها شرير، وبيقول لها سيكا إن من الأفضل إنهم يبعدوا عنها ويروحوا الحفل الأكاديمية، لكن بيستخدم سيكا طاقته من غير ما إيفا تلاحظ علشان يفهم اللي بيحصل. وفي الحفل بتظهر ايمو وبتبدأ تلقي خطاب بما انها اعلى مرتبة في الطلاب، وبتقول لهم ان هدفها انها دايما تكون الاقوى في اي مكان تروحوا. وفي وسط الخطاب بيحس سيكا بخطر الدائرة وان في شياطين بتقرب بسببها، وبالفعل بيهجم عليهم مجموعة من الشياطين وبيدمروا المكان، فبيترعبوا كل الطلاب وبيهربوا، وبيحاولوا المعلمين يقفوا يواجهوهم، لكن بيلاحظ سيكا ان الشياطين ليهم هدف معين، وبتكون تعويذ المعلمين ملهاش اي تأثير على الشياطين، وبيكون سيكا خلاص هيتدخل، لكن بتسبقه اميو وبتهجم عليهم بكل شجاعة، فبيروح سيكا لإيفا وبيقول لها تستخدم سحرها للهروب، وبيسيبها وبيمشي، وبتقع منه واحدة من أوراقه، فبتستغربها إيفا. وبنشوف سيكا راح للدايرة السحرية في الغابة وشاف عندها شيطان ضخم جدا، فبيتعامل سيكا بكل هدوء وبيروح تجاهه، فبيكلموا الشيطان وبيسألوا عن سبب وجوده في المكان ده، فبيقول له سيكا انه موجود علشان يقضي عليه، فبيستهزأ الشيطان بيه وبيستحضر مساعدينه وبيأمرهم يهجموا عليه، لكن بيستخدم سيكا سحر الانتقال وبينقل مساعدين مكان تاني من غير حتى ما يتحرك من مكانه، فبيتعصب الشيطان وبيقرر انه هيقضي عليه بنفسه، فبيهجم عليه سيكا بكل قوته وبأكتر من طريقة لكنه مش بيقدر يصيبه، فبيرد الشيطان الهجوم بخنجر ضخم وبيتفادى سيكا، لكنه بيتصدم بالخنجر راجع تاني من ظهره وبيتصاب سيكا وبيفقد دراعه، لكن بيتماسك سيكا وبيسأله بنفس هدوء وهو بيدور على ايه بالظبط، فبيجاوبوا الشيطان انه بيدور على البطل، فبيستغرب سيكا لكنه بيفتكر بعدها ان في اسطورة بتقول ان في بطل هيظهر وهو اللي هيدمر ملك الشياطين، فبيستهزأ بسيكا وبيقول له انها مجرد اسطورة، لكن بيجاوبوا الشيطان ان مستحيل تكون النبوءة اللي ظهرت من 12 سنة تكون غلط، وبيكمل وبيقول له انه فعلا وصل للبطل وهي بنت بشعر احمر قوتها مش بشرية، فبيتصدم سيكا وبيقول له اميو، فبيضحك الشيطان بشر لانه بعد ما عرف اسمها هيقدر يوصلها اسرع، وبيوجه هجوم شديد جدا تجاه سيكا عشان يخلص عليه، وبيحاول سيكا يهرب لكن بيشتد الهجوم وبنتفاجئ بالشيطان بيقضي عليه وبيقتله، وبيمشي بعدها الشيطان وهو مبهور من ان كل دي كانت قوة طفل، لكن فجأة بيسمع صوت ولما بيلتفت وراه بيتصدم بسيكا عايش وبكامل صحته، فبيوجه الشيطان خنجر عليه بكل قوة لكنه مش بيأذيه وبيختفي في لحظتها، فبيتعصب الشيطان وبيستحضر كل الأدوات الحادة وبيصمم انه لازم يقتل سيكا، وبيوجههم عليه بأقصى سرعة، لكن بيكون سيكا أسرع منه وبيقدر يتفادى هجومه، وبيستخدم طاقته بعدها وبيهجم عليه، وبتدور ما بينهم معركة شديدة جدا، وبيكون الشيطان بدأت قوته تستنزف لكنه بيقاوم، فبيستخدم سيكا قدرته لاستدعاء الأرواح، وبيستدعي تنين ضخم جدا وبيترعب الشيطان وبيقول له ان حتى ملك الشياطين ما يقدرش يستدعي تنين زي ده،
فبيأمر سيكا التنين انه يهجم عليه، وبالفعل بيهجم عليه بسرعة شديدة جدا، وما بيقدرش الشيطان انه يصمد قدامه الا لحظات قليلة وبيموت. لكن فجأة بيحس سيكا بتمرد التنين وبيكون عاوز يهرب، فبيوجه عليه سيكا مجموعة كبيرة من أوراق الطاقة بتاعته، وبالفعل بيرجع التنين وبيحبسه سيكا من تاني. وبيرجع سيكا بعدها وبيقابل إيفا وبيطمن إنها بخير، وبتقوله إيفا إن أميو هزمت الشياطين كلها لوحدها. وبيشوف سيكا أميو وبيكون مبهور بيها وبيفكر إنهم لازم يكونوا صحاب. وبيمر شهر على دخولهم للأكاديمية، وبيكون لسه محدش عارف يتقرب لأميو. وبيفكر سيكا إنه عايز حياته دي تكون أبسط من حياته السابقة، وإنه بس هيسعى للتقرب من الأقوى منه علشان يستفيد من مهاراتهم، وبيكون هدفه هو أميو. ولما بيحاول سيكا يتكلم معاها بتقوله أحسن له يبعد عنها وبتسيبه وبتمشي. وبيكمل سيكا طريقه عادي مع إيفا، لكنهم بيتفاجئوا بجرة ضخمة فيها سائل أخضر بتكون هتقع فوقهم. لكن بيتصرف سيكا وبيستخدم طاقته وبيقدر يبعد هو وإيفا بسرعة. وبيخرج لهم بعدها واحد من المعلمين وبيطمن انهم بخير، وبيكون هو سبب انها تطير. فلما بيسألوا سيكا عن السائل اللي جواها بيقول له المعلم انه دم وحوش ممزوج بالاعشاب، وكان بيعمل عليه ابحاث، وانه بس كان بيحاول يستخدم سحر الطيران علشان ينقلها للدور اللي فوق، لكن خرج الوضع عن سيطرته. وبيعتذر لهم مرة كمان وبياخد الجرة وبيمشي. وبنشوفهم بعدها في محاضرة المعلمة كرين، وبتقول لهم عن أجازة الاحتفال السنوي لتأسيس الأكاديمية. وبتطلب بعدها من أميو وإيفا إنهم هيروحوا يقدموا كشف بأسامي الطلاب الجدد في الغابة بما إنهم أعلى مرتبتين. فبيفكر سيكا إن دي نفس الغابة اللي كان فيها الشيطان، فبيرفع إيده وبيسأله إيه اللي هيحصل لو واحدة من الطالبتين رفضت. فبتجاوبه المعلمة إنها هتسأل الطالب من الرتبة الثالثة، فبيقول سيكا لإيفا بكل تلقائية إنها ترفض. فبتتحرج إيفا جدا وبتقول له المعلمة إنها مش قابلة أسلوبه في التعامل، لكن بترفض إيفا زي ما طلب منها، وبتكون متضايقة لأنها مجرد مساعدة ليه. وبنشوفهم بعدها ماشيين مع بعض، وبيسألها سيكا لو إنها زعلت، فبتداري حقيقة شعورها وبتقول له لأ. وبتسأله بعدها عن السبب اللي خليه عايز يتقرب من أميو، فبيقول لها إنه معجب جدا بمهارتها وقوتها من يوم ما غلبت الشياطين لوحدها. فبتحس إيفا بالغيرة وبتقول له إن هي كمان تقدر تطور مهاراتها لحد ما توصل لمستوى أميو. لكن بيحاول سيكا يصلح لها مفهومها، وبيقول لها إن أميو لو استمرت على نفس الوضع فالناس كلها هيحاولوا يتقربوا منها، لكن هيكونوا يا إما بسبب خوفهم الشديد أو طمعهم فيها. وبيقول لإيفا إنه عايز يستفيد من خبرتها وفي نفس الوقت يساعدها ما تدمرش نفسها، وبيفتكر إن ده بالظبط اللي حصل له في حياته اللي فاتت. فبتفهم إيفا غرضه وبتقول له إنها هتساعده. وبيجي وقت توصيل الكشف، وبتتكلم أميو وبتسأل سيكا عن غرضه لأنه بيقرب منها، لكنها فجأة بتحس بصداع شديد، وبيحاول سيكا يطمن عليها، فبيلاحظ وجود دائرة سحرية في الغابة جنبهم. وفجأة بتكبر الدايرة جدا وبيخرج منها أشعة شديدة وبتنقل سيكا وأميو لمكان غريب. وفجأة بيهجم عليهم وحوش، فبتقضي عليهم أميو في لحظة واحدة، وبعدها بيظهر من وراها وحش ضخم جدا. فبيقول سيكا تعويذة وبيخرج من الأرض وتد بيقضي عليه، وبتستغرب أميو التعويذة اللي استخدمها. وبيبدأوا يستكشفوا المكان، وبيستخدم سيكا طاقته في سحر الضوء علشان ينور لهم الطريق. فبتنبهر أميو إنه قادر يتحكم في الضوء كمان. وبيبدأ سيكا بعدها يوجه أوراق الطاقة للسقف بهدوء، وبتظهر يوكي وبتسأله هو ليه بيعمل كده. فبيقول لها انه سخر جزء من طاقته على هيئة نحل في الغابة، وانهم لو تتبعوهم ممكن يساعدوهم يوصلوا للمخرج. وفجأة بيهجموا عليهم مجموعة كبيرة من الوحوش، وبتواجههم أميو بكل مهارة، لكن بيخبطها واحد منهم فبتفقد وعيها. وبيحاول سيكا يتصدى لباقي الوحوش، لكنهم بيكونوا كتير جدا، فبيستدعي واحد من وحوشه وبالفعل بيظهر وبيقضي عليهم كلهم. وبعد فترة بتفوق أميو وبتشوف كل الوحوش مقتولة، فبتنبهر إن سيكا قدر يواجههم لوحده. وبتتفاجئ كمان إنه شاف كل جروحها، لكنها فجأة بتحس بالصداع من تاني. فبيسألها سيكا لو إنه مزمن، فبتقول له أميو إنها بس بدأت تحس بيه من وقت وصولها للأكاديمية. فبيعمل سيكا حاجز حواليهم، فبتحس أميو إنها بقت أحسن. وبيبدأوا بعدها يتكلموا عن حياتهم، وبيقول لها سيكا إن إيفا تعتبر عائلته لأنها الوحيدة اللي كان بيتكلم معاها في القصر. ولما بيسألها عن أسرتها بيحس إنها اتضايقت، لكنها بتقوله إن والدتها زعيمة نقابة المغامرين ووالدها مغامر. فبيحاول سيكا يغير الموضوع، فبيسألها عن حلمها، فبتجاوبه إنها تكون قوية. وبتحكي له عن طفولتها وإنها كانت بتحب المعارك والقتال جدا، وما كانتش بتتأثر من الموت أو الإصابات الخطيرة، لدرجة إن أسرتها بدأوا يخافوا منها.
وبتكمل وبتقوله انها بتفكر لو انها بقت قوية فهيكون القتال والمعارك حاجة مملة بالنسبة ليها فتبقى انسانة طبيعية، لكن بالرغم من كده الا انها بتحس بمتعة جديدة في كل معركة بتدخلها، وبتقوله انها عارفة انه اكيد شايفها مصدر خطر دلوقتي. فبتتفاجئ بسيكا بيقول لها انها طبيعية جدا وان عادي يكون في كل اسرة شخص مختلف عنهم، وبيكون لسه هيكمل كلامه لكن بتضربه اميو بشدة وبتقوله يبطل يتكلم في الموضوع وانه لو حكى لاي حد عن اللي قالته فهي هتقتله. وبتهدى بعدها وبتشكره انه انقذها وبتقوله انها حست بشعور احسن بعد ما اتكلموا. فبيفرح سيكا وبيقوموا بعدها يكملوا طريقهم بكل شجاعة لحد ما بيوصلوا الأوضة وبيكون في الناغة، وبتقول أميو إن الناغة هو زعيم المغارة اللي هم فيها وإنهم لو هزموه هيظهر لهم المخرج. وبتكمل وبتقول إنهم صعب يهزموه لكن بيشجعها سيكا لإنهم سوا، وبالفعل بيقتحموا الأوضة بكل شجاعة وبيبدأوا يهجموا على الناغة وبتكون قوته شديدة جدا. لكن بعد معركة شديدة جدا بيقدروا سيكا وأميو يهزموه وبتكون أميو سعيدة جدا، وبيروحوا بعدها اتجاه سيف ضخم فبيعرض سيكا على أميو انها تاخده لانها بتستخدم السيوف في سحرها، وبيقع منه خاتم بيحس سيكا فيه بالطاقة الشديدة فبيقرر انه هيحتفظ بيه، وبيخرجوا بعدها من المغارة بسلام. وبنشوفهم بعدها بيحكوا للمعلمين عن اللي حصل فيما عدا تعويذ سيكا ولعنة أميو، وبيسألوهم عن كل الأسئلة اللي محتاجين يعرفوها، وبيكتشفوا ان المعلمين ما كانش عندهم اي علم بوجود مغارة تحت الغابة. وبيروح بعدها سيكا للمعلم كوردل في اوضته الخاصة وبيسأله لو انه طقوسه نجحت، وبيلاحظ وجود دائرة سحرية حواليه. فبيستغرب المعلم لكن بيقوله سيكا ان أميو بخير، فبيسأله المعلم هو يعرف ايه بالظبط. فبيرد سيكا انه كان شاكك بحاجة غريبة من وقت ظهور الشيطان لأول مرة، لأنه مستحيل شيطان يقدر يدخل للأكاديمية بدون مساعدة داخلية. وبيطلب سيكا من كوردل انه يكشف عن حقيقته، فبيضحك كوردل وبيقلع نضارته وطاقيته وبيقول له انه بشري عادي لكنه عميل للشياطين. وبيسأله سيكا لو ان فعلا كان هدفه التخلص من البطلة، فبيعرف كوردل انه عارف كل حاجة وبيقرر انه يخلص عليه. وبالفعل بيستخدم سحره لكن ما بيهتمش سيكا وبيكمل كلامه، وبيقول له انه عارف ان اللعنة كانت في الجرة اللي كانت هتقع عليهم، وانها بالفعل صابت واحدة من اوراق الطاقة بتاعته، وان اللي هيقدر يتحكم في اللعنة هو حد متغطي بدماء الشياطين. وبيستدعي سيكا الشيطان اللي ختمه وبتروح عليه ورقة الطاقة فبتدمره وبيتغطى سيكا بدمه، وبيبدأ يقول تعويذة معينة وبيترعب كوردل منه، وبينجح سيكا في انه ينقل اللعنة من أميو لنفسه. وبيبدأ بعدها يستخدم تعويذة تانية عشان تنقل كل اللعنات اللي عنده لاصحابها، فبيترعب كوردل اكتر من اللي بيشوفه وبيسمعه، وبالفعل بتترد لعنته عليه بتدمره تماما وبيسيبه سيكا وبيمشي في هدوء. وبتظهر بعدها يوكي وبتسأله هو امتى عرف ان كل ده من تخطيط كوردل، فبيقول لها ان ظهرت عليه علامة على هدومه من ظهور ماس ما بتظهرش غير عند الدائرة السحرية بس. وبيكمل سيكا حياته عادي بعدها، وبنشوفه قاعد مع إيفا وبيديها الخاتم اللي لقاه في المغارة بعد ما عدله علشان يكون أقوى. فبتفرح بإيفا جدا، وبيفكر سيكا انه بس عايز أصحابه يكونوا أقوى عشان يبقى مطمن عليهم. وبيشوف بعدها أميو ولما بيكلمها بتقوله ما يتعاملش معاها، فبيتصدم سيكا، وبيتصدم أكتر لما بيشوفها هي وإيفا بقوا صحاب. بنشوف كل الطلبة وهم متجمعين وبيتعشوا سوا، وبيقول سيكا لأصدقائه ان هو مستغرب لان مفيش شياطين رجعت تظهر من تاني، وهم بيضحكوا بس هو من جواه بيبقى فعلا مستغرب لانه حاطط تعويذة في كل مكان في المدرسة، ولحد دلوقتي مفيش اي حاجة ظهرت ولا كشفوا عن اي شياطين. بس بيقطعهم كلام النائب مدير المدرسة اللي بيطلب من سيكا وإيفا ان هم يجوا يقابلوا مديرة المدرسة بعد العشاء. هم طبعا بيبقوا مش عارفين هم عاملين انهي مصيبة المرة دي عشان مديرة المدرسة تحتاجهم، بس هم بيقولوا يا خبر بفلوس بعد العشاء هيبقى ببلاش. وفعلا بعد العشاء بيروح سيكا مع إيفا عند مكتب مديرة المدرسة اللي أول ما بتشوفه بتعرف إن هو ابن السيد لامبراغ، بس بتقول إنها مستغربة زي إخواته الكبار وإنه هيبقى شخص مغرور. بس سيكا مش بيسكت لها وبيقول لها إنه ما كانش متوقع إن مديرة مدرسة السحر بذات نفسها تبقى نص بشرية. فبتتفاجئ المديرة من ذكائه فعلا لأنه قدر من نظرة واحدة يعرف إن هي نصها ساحرة ونص قزمة، فبتتأكد وقتها إنه مش بس مغرور ده كمان ذكي، يعني مغرور
المغرور برو ماكس، وبيسألها سيكا إن كانت تعرف بابا لأنها قاعدة بتخبط في العيلة جامد الصراحة. بس مديرة المدرسة بتقول له إنها بتتكلم عن عمه وأخو بابا الصغير، فسيكا بيستغرب لأنه عمره ما سمع إن ليه عم أصلا. وبتقول له مديرة المدرسة إنها تعرف عمه من زمان وإنهم طلعوا مهام كتير قبل كده مع بعض، بس في حاجة أهم دلوقتي، وبتقول له إنها جايباه دلوقتي علشانها. طلب منه إن هو يشارك في البطولة العامة للفنون القتالية واللي بتقام حاليا في العاصمة الإمبراطورية. فأميو بتقطع كلامهم وبتقول لهم عليا وعلى أعدائي محدش هيتحرك من المدرسة هنا من غيري، أنا لازم أشارك في البطولة دي. وعلى الرغم إن المفروض إن ما يشاركش غير ولد واحد وبنت واحدة، فالمديرة بتقول لهم إن هي أصلا كانت عايزة سيكا ومابل يشاركوا في البطولة، وإنها نادت على إيفا لمجرد إنها الخادمة بتاعت سيكا وإنها مش معتبراها طالبة أصلا، فهم التلاتة هيروحوا. بس أميو بتبقى متضايقة جدا من وقاحة مديرة المدرسة وإنها بتتعامل مع إيفا على إنها خادمة مع إنها زميلتهم عادي. ولما بيتكلموا مع بعض بتقول لهم أميو إن هي قدرت تعرف إن دي تعتبر أول مرة للمدرسة بتاعتهم إنها تشارك في المسابقة دي، على الرغم إن هي بقالها سنين موجودة. فبيقول لها سيكا فعلا، وعشان كده المديرة اختارتهم هم لإنها عايزة تقوي اسم وسمعة المدرسة في المسابقة، وده لإنها مسابقة قوية جدا. بس إيفا بتقول لهم اللي كان المفروض إن الناس الأكبر منهم في السن والخبرة هم اللي شاركوا. فسيكا بيقول لهم إن احتمال يكونوا مشغولين في دراستهم والأبحاث اللي بيعملوها، بس بيبقى مش مقتنع قوي بالإجابة دي، وبيحس إن في غرابة. ولما بيفتكر كلام المديرة اللي قالته من غير ما تقصد إن في شخص معين هو اللي رشح لها سيكا عشان يشارك في المسابقة، بيتأكد إن هم رايحين لهدف معين. ولما بتحكي له أميو على الأشخاص اللي شاركوا في المسابقة قبل كده وإزاي هم أشخاص مجانين وبيدمروا اللي قدامهم، بيفرح سيكا إن أخيرا هيكون عنده القدرة على قتل ناس. ولما بيخرجوا علشان يتمشوا بتظهر قدامهم مابل واللي بتفضل تتنمر على أميو، وبتقول لها إن هي اللي تم اختيارها للمسابقة لأنها أقوى منها. فأميو بتطلب منها تمسك سلاح وبتدي المابل السلاح التاني علشان يتبارزوا. ومن مسكة مابل السلاح سيكا بيقول إنها قوية وعارفة تقنيات وحركات أكبر من سنها بكتير، وبتبدأ المعركة بينهم وإيمو هي اللي بتهجم الأول، بس بتتصدم من قوة مابل اللي ما بتتهزش حتى من هجوم إيمو، وبتقدر بحركتين بس إنها تتني سلاح إيمو وتطيره في الجو وبتنهي المباراة. وبتقول مابل لإيمو تبطل غرور وإن لقب البطل أفسدها رغم ضعفها، فبتغير إيمو أكتر من مابل وثقتها بنفسها. بس سيكا بيكون شاف هالة من الضوء الشيطاني على السيف اللي مابل بتحارب بيه، وبيفهم إن وراها لغز كبير. بس مابل ما بتسكتش هنا، وبتقول كمان لسيكا إن هو ضعيف وإن هو لو ما أخدش الموضوع بجدية مش هيرجع الأكاديمية حي، لأن مفيش حد هيطلع حي من المسابقة دي إلا شخص واحد بس. وبعد كام يوم بيكون بيجي يوم السفر، وطبعا إيفا ما بتقدرش تسيب إيمو لوحدها وعشان كده بتاخدها معاها، وطبعا إيمو ما أخدتش إذن من المدرسة، وبيكون عارف إن هي جاية عشان تشوف مابل بتحارب إزاي لأنها ما بتحبش حد يفوز عليها. وعلى عكس كل الموجودين اللي بيكونوا مبسوطين بالرحلة، مابل بتبقى كارهة كل حاجة وبتقول إن هم أطفال متفائلين. ولما بيوصلوا للمدينة مابل بتبقى اختفت تماما، ما بيعرفوش هي فين. أما سيكا فبيبقى تعبان وبتقول له إيفا يسيبهم وبيروح على الفندق علشان يرتاح، بس هو بيرفض وبيروح علشان يشوف الساحة اللي هيتم فيها المباريات، وبيشوفوا أسمائهم موجودة هناك وبيبقوا مبسوطين جدا وكل حاجة بتبقى تمام. وبعد كام ساعة بتبدأ أول مباراة، وبتكون أول مباراة ما بين سيكا وشاب من الصحراء الأقوياء واللي كان واحد من النبلاء، لكن والده تخلى عنه بسبب الشغب والإجرام اللي هو فيه. وبيبقى الشخص ده متفاخر جدا بنفسه لدرجة إنه بيقول لسيكا إن خلال ثواني هيكون مخلص عليه، وبيهجم بكل قوته بالسيف بتاعه على سيكا، بس بيلاقي نفسه بيطعن واحدة من أوراق الشيكة، وسيكا بكل خفة بيجي من وراه وبيضربه بالعصاية السحرية بتاعته بيخبطه في الجدار فبيغمى عليه. وكل الحاضرين بيبقوا مستغربين من قوة سيكا وخفته وذكائه، وكمان ان هو كان في ايده انه يقتل الخصم بتاعه وما قتلوش. وبعد شوية بيروح يقعد جنب إيمو وإيفا علشان يحضر المباراة التانية، واللي بتكون بين واحد من سحرة المية وخصمه من رابطة التجار روغروك واسمه كايل. وكايل بيكون شخص غامض جدا ولبسه غريب وحتى مفيش عنه معلومات اكتر من الكلمتين دول. ولسه الخصم بتاعه بيقول له ازيك، فجأة بيثبت في مكانه وما بيتحركش، والناس ما بتبقاش عارفة فيه ايه، بس بيطلع ان كايل هو اللي رمى عليه تعويذة الثبات، وبيروح بكل وحشية يقتله قدام الكل وبيلف ظهره وبيمشي ولا كأني في اي حاجة. بس سيكا بيبعت الشيكة حوالين كايل، واللي بيشوف ان ملامحه ما اتغيرتش لحظة واحدة، فبيتأكد ان المعلومات عن كايل كلها كذب، وخصوصا ان عينه لونها احمر، فبيتأكد وقتها انه بيقاتل بعين الشر.
اكتر. والغريب ان مابل كانت قاعده هي كمان بتراقب كل حاجه لكن من بعيد، وشكلها خايفه من شيء معين. تاني يوم بيكون في مباراه مهمه لسيكا، وبتكون بينه وبين واحد من السحرة، واللي قوته هو بناء وحوش من الصخر، وبيكون الوحش بتاعه قوي وعملاق جدا. فسيكا لما بيفعل الشيكه بتاعته بيشوف عدد كبير من التعويذ على الوحش ده، فبيهجم سيكا ومع عدد كبير من الشيكه وبيدمروا الوحش بضربه واحده بس. والكل كالعاده بينبهروا بقوه وذكاء سيكا، وبتساله العرسه هو ليه كان خايف في المباراه، فبيعرفها ان ممنوع الاستدعاء في المسابقه دي، يعني لو حد عرف اللي هو بيعمله هيطردوا. وبيرجع تاني للصفوف عشان يتفرج على المباريات اللي بعد كده، وبيلاقي ايفا خايفه عليه جدا، لكن سيكا بيطمنها ان كل حاجه هتبقى كويسه. وايمو بتقوله ان هي متاكده ان هو اللي هيفوز في النهايه، لان في حاجه بتخليها مش قادره تشوف وهو بيخسر ان مفيش حد تاني ممكن يفوز عليه. فبيطمنها وبيكملوا تركيز مع المباراه اللي جايه، واللي بتكون ما بين واحد من سحرة الارض، واللي بيكون واضح ان هو كبير في السن وعنده خبره كبيره. بيبقى قلقان لان مابل قدرت تفوز في اول مباراه بسهوله، لكن المره دي الموضوع شكله صعب. بتبدا المعركه وساحر الارض بيلقي اول تعويذه، وبيحدف عدد من الصخور على مابل اللي بتقدر بضربه واحده من السيف بتاعها تحطم الصخر ده. فبيرمي عليها عدد اكبر من الصخور، وهي بكل سهوله بتحطمهم بالسيف بتاعها. بيحس وقتها الساحر بالخوف، وبيقول انه لازم يستخدم شيء اقوى، وبيستخدم نوع من السحر المتوسط، وبيعمل جدار من الصخر، وقبل ما يحركه مابل بترمي على الجدار عدد من السكاكين وبتحطمه. ولما بيعمل عدد اكبر من الجدران برضه بتحطمهم بسهوله. وبيكون سيكا متفاجئ من مستواه العالي، لان مش اي حد ممكن يستخدم السيوف والسكاكين بالسهوله دي. الساحر لما بيحس بالعكس كان بيحاول يهرب، لكن بتهجم عليه وبتقدر تكسر مقدمات السلاح بتاعه، وبالتالي الساحر بيستسلم وبتفوز مابل. وساعتها موثقة المسابقة بتقول ان البطلة فازت، فبيستغرب سيكا ان المفروض ان البطلة هي ايمو، وايمو بتقول له ان احتمال كبير يكونوا اتلخبطوا، ولا كان المفروض ان هي اللي تشارك في المسابقة. رغم كده المديرة اختارت مابل، ده غير ان هما نفس السن والشكل، وكمان حتى لون الشعر اللي بتتميز بيه البطلة اللون الاحمر. ودي كلها اسباب ممكن تخلي الناس يتلخبطوا ويفكروا ان مابل هي البطله. بالليل بقى في واحد من الاحياء الصغيره بنشوف شخص بيحط رساله في رجل حمامه وبيطيرها، بس بيجي الصقر بتاع سيكا وبياخد الحمامه وبينزل على الارض. وبيجي سيكا وبيقول له انه مش هيقدر يوصل رسالته، وبيعرف ان هو عميل للشيطان، لكن الشخص ده بينكر كلامه وبيقول له ان هو مش فاهم اي حاجه. لكن سيكا بيبقى متاكد من كلامه، ولما عميل الشيطان بيحاول ان هو يهجم على سيكا بيلقي عليه واحدة من الشيكة، وبيخلي نباتات تطلع من الأرض وتمسكه بقوة. وبيعرفه إن هو سامعه وهو بيتكلم مع واحد من الوحوش، وبيسأله سيكا عن الكلام اللي موجود جوه الرسالة، لكن الشخص ده بيرفض يقول له كل حاجة، وبيقول له إن هو حتى لو عذبه هو مش هيقول أي حاجة. بيضحك وبيعرف إن هو مش بيعذب حد، وإن هو هيقدر ياخد كل المعلومات اللي هو عايزها من أفكاره. وبيستدعي واحد من الوحوش واللي اسمه إردساتوري. هو ده بقى ما اتمناش إن في حد في يوم من الأيام ممكن يقابله، لأن قوته إن هو بيقدر يقرأ أفكار الشخص اللي قدامه، وياخد كل المعلومات اللي في عقله مجرد ما بيتكلم. بيقدر يعرف منه معلومات كتير، وإن اللي بعته هو اللورد بول، وإن هو يعتبر شغال تبع الشياطين. وبيكون هو موجود هنا لأنه بيراقب البطلة، والبطلة اللي هم يقصدوها هي مابل، وده بسبب تطابق كل المعايير بتاعتها مع معايير البطلة، من لون الشعر وقوتها والسنة اللي اتولدت فيها كمان. ده غير إن السنة اللي دخلت فيها المدرسة اختفت كل المخبرين والوحوش اللي كانوا باعتينهم حوالين المدرسة. وبعد كل ده بيسمح سيكا لساتوري ان هو ياخد المخبر ده كمكافأة ليه، لان هو بياكل البشر بعد ما بيصنع افكارهم، وده بيخليه يرجع تاني لمكانه. وبالنسبة للرسالة اللي بياخدها سيكا فبيكون الكلام فيها مش واضح تماما، بس ده ما بيفرقش معاه لانه عارف الهدف الاساسي من كل اللي بيحصل ده، وهو ان الامبراطور عاوز يخفي الانظار عن البطلة الحقيقية اللي هي ايمو. وعشان كده جابوا مابل واللي فيها كل مواصفات ايمو وميزوها هي وجابوها على المسابقة هنا، وده عشان الكل يشك ان هي البطلة ويبعدوا تماما عن ايم. بيرجع سيكا تاني للمباريات، وبنعرف ان كايل شارك في عدد من المباريات، ومفيش حد ناجي من تحت ايده، وان مهما كان الخصم اللي قدامه قوي فما كانش بيقدر يعمل اي حاجة قصاد كايل، وكان بيموت على طول. اما من اقوى الناس في المباراة فبيبقى واحد من السحرة اللي بيقدر يسيطر على القوة الاربعة، ودول اشخاص نادرين الوجود، بس الشخص ده كان كل امله ان هو يدخل في المعركة النهائية مع سيكا، عشان كده بيطلب منه ما يموتش لحد ما
هو اللي يهزمه. اما سيكا فبيدخل في معارك كتيرة ومنها مع شاب من مستدعين الارواح وبيقدر يفوز عليهم بسهولة، ومابل كمان ما بتخسرش ولا مباراة. الغريب بقى ان مابل بعد ما بتتأهل للنهائي هي وسيكا بتقول له انها تدخل قصاده في المعركة، والاخص دي ان هو هيخسر قدامها، وده لانها عايزة تواجه خصم اقوى منه بكتير هو نفسه مش هيقدر عليه، وان الفرصة الاخيرة ليه ان هو يطلع من المسابقة دي عايش انه يخسر قدامها وما يتأهلش للدور الاخير. بس هو بيرفض وبيقول لها ان هو لا هينسحب ولا حتى هيخسر. هو بيكون ما فاضلش غير 4 متسابقين بس هم اللي في المباراة، وعشان كده بيتأهلوا الاربعة للنص النهائي من الكاس. وبتكون المباراة الاولى ما بين الساحر المسيطر على العناصر الاربعة، هو الخصم بتاعه بيكون كايل عين الشر، والساحر المسيطر على العناصر الاربعة بيهجم هو الاول بمهارة مضادة لمهارة عين الشر، وده عشان ما يقدرش انه يسيطر عليه. وفعلا بيهجم عليه، لكن الغريب ان كايل ما بيتأثرش، وحتى لما بيضرب عليه كرات النار كايل بيفضل ماشي قدامه وناحيته، ومفيش اي حاجة من العناصر الاربعة بتقدر انها توقف كايل. واللي بيكون مسيطر عليه سحر الجاذبية، ولما الساحر بيعمل جنود من الحجر بيستخدم كايل سحر الظلام وبيدمرهم كلهم. فبيهجم عليه الساحر بس بيقدر يسيطر عليه كايل بالتعويذة، وقبل ما يقتله بيسمعوا صوت صفارة النهاية وبيفوز كايل وبيتأهل للنهائي. وكالعادة مابل بتبقى متضايقة من النتيجة دي، وبيروح سيكا على البيت وبيفضل يفكر في كل الكلام اللي قالته مابل. والوقت ده كانت مابل اتسحبت من اوضتها وراحت للأوضة اللي قاعد فيها سيكا، وبتكسر عليه الجدار وبتضربه بقوة بتخليه يقع من الشباك، لكنه بيرد لها الضرب وبيسألها هي بتعمل ايه هنا، بس هي ما بتتكلمش وبتبدأ تهجم عليه بقوة شديدة. بس سيكا طبعا بيقدر يتفادى الهجمات دي، وحتى لما بتحاول تخلص عليه بيقدر يفلت منها. ولما بتحس ان الناس بدأوا يسمعوا صوتهم بتهرب بسرعة، بس سيكا بيقرر انه مش هيسيبها وهيعرف النهارده هو ايه بالظبط السر اللي ورا شخصية مابل. بتهرب مابل وبتقرر انها تروح تقف لوحدها وتفتكر الماضي اللي عاشته، بس بيقطعها سيكا وبيجي يقعد معاها. فبتستغرب مابل من تصرفه، ان هو رغم كل حاجة جه وقاعد معاها وبيتكلم معاها بطريقة كويسة كمان، وبيقول لها سيكا ان هو ولا مرة هاجمها ولا بدأ معاها مشاكل، وان هي اللي بتكرهه وهو مش عارف السبب. وبيقول لها انه عارف عنها حاجات كتير، وعارف كمان ان هي جات له النهارده عشان تصيبه اصابات خطيرة، وده عشان ما يقدرش يحضر المباراة بتاعت بكرة. ومابل بتعترف بصراحة ان هي دي نيتها، وبتقول له انها كانت عايزة تقطع له ايده ولا حاجة، وده عشان ما يقدرش يشارك بكرة في المسابقة. صريحة قوي ما شاء الله عليها. وبتفضل مابل تقنعه ان وجوده بكرة في المباراة هيبقى خطر عليه جدا، وان الاحسن ليه ان هو ما يقاتلش قصاد كايل، وان هي الوحيدة اللي تقدر تخلص عليه. فبيقاطعها سيكا وبيقول لها ان هو عارف انها هنا مكان ايمو، وانها مجرد بديلة عشان تحمي البطل الحقيقية. وبيحكي لها بقى ان كل ده من تخطيط الامبراطور وعشان الشياطين يتلهوا عن البطل الحقيقية. فبتقول له مابل ان بشكل كبير كلامه صح، لكن كمان في سبب اقوى من ده، وهو سبب وجودها الحقيقي هنا، وهي ان مهمتها بتنتهي بانها لازم تموت على ايد كايل عشان الشياطين يفتكروا ان البطلة ماتت، وبكده يقدروا يحموها لحد ما تكبر. بتعرفوا ان رابطة التجار رغراك كانت بتاخد الاطفال الصغيرين وتربيهم زي العبيد، وده عشان تحولهم لمرتزقة بعد كده. وكانت هي وكايل 2 من الاطفال اللي اتربوا عشان يبقوا مرتزقة، وان اصلا مجموعة التجار دول هم الاساس في اقامة المسابقة دي. المسابقة السنة دي اتعملت عشان يتأكدوا ان كايل بقى قادر انه يكون مرتزق حقيقي، وده لان الاشخاص اللي بيختاروهم عشان يبقوا مرتزقة مقاتلين بيعملوا لهم عملية وبيشيلوا جزء من مخهم وبيلقوا عليهم تعويذ بتخليهم يفقدوا الاحساس تماما، وبيكون مفيش عندهم اي شعور لا بالفرح ولا بالحزن ولا بالخوف، بيبقوا عبارة عن آلات للقتال وبس. وبتعرفوا مابل انهم دايما كانوا بيختاروا 4 من الاطفال ويبقوا مع بعض ويهتموا ببعض ويحافظوا على بعض، بس واحد بس هم اللي بيختاروه علشان يبقى مرتزق، ولازم الواحد ده علشان يتأهل ويبقى مرتزق بجد بعد العملية لازم يقتل ال3 اصدقائه اللي اتربى معاهم. وكايل قدر يقتل 2 وما تبقاش غيرها هي مابل. وعلى الرغم من كده فمابل بيكون هدفها اصلا في المنافسة دي انها تتأهل وتبقى خصم كايل في المرحلة الاخيرة عشان تقتله لان هو قتل اخوها. بس سيكا بيفاجئها وبيقول لها ان هو عارف ومتأكد ان كايل هو اخوها، وانه عارف ان هي صبغة شعرها ان لون شعرها الحقيقي فضي شبه كايل وحتى لون عينيها كمان، بس هي بتقول له ان مستحيل يبقى اخوها الحقيقي، وده لان اخوها كان شخص طيب وما بيعرفش يقتل، لكن بعد ما عملوا له العملية دي بقى شخص تاني ومجرم، وان هي نفسها تحرر اخوها من التعويذة دي، وبتقول له انها مسامحاه على كل حاجة. فسيكا بيطمنها وبيعرفها ان هو الوحيد اللي هيقدر يقف قصاد كايل بسبب قوته المهولة اللي بيتمتع بيها دلوقتي، وبيوعدها ان هو هيحرر اخوها وهيقول لكايل الرسالة بتاعتها وهيحرره، وهي كمان لازم ترجع معاهم المدرسة كطالبة وتنسى كل الايام
الايام الصعبه اللي عاشتها. وبيجي تاني يوم ومابل وسيكا بيقفوا قصاد بعض في المباراه نص النهائيه، وبتكون مابل جايبه سلاح ضخم جدا وقوي جدا، ولما بتبدا المباراه بتهجم بكل قوتها على سيكا، وبتهجم عليه بعدد كبير من الصخور لكنه بيدمرهم، فبتهجم عليه بس هو بيقدر يفلت منها. وبيستغرب سيكا لان مابل على الرغم ان هي معاها سلاح قوي وتقيل جدا الا انها سريعه جدا، فبيستخدم معاها تقنيه النباتات وبيحاول ان هو يقيدها بس هي بتقدر تفلت منهم، فبيستخدم معاها تقنيه تانية وبيخلي السلاح اللي معاها تقيل جدا وما بتقدرش تشيله، وبيخلي النباتات تسيطر عليها، وبيشيل السلاح بتاعها وبيحطه عند رقبتها وبيطلب منها انها تستسلم، وفعلا بتستسلم والمباراه بتنتهي وبيفوز سيكا. وبيطلب من مابل انها ما تزعلش على الخساره وان هو هيقدر يوصل رسالتها كويس جدا. وبعد كام ساعه بتكون المباراه النهائيه ما بين اخر بطلين وهما سيكا وكايل، وبيقول سيكا لكايل ان مابل اخته بتعتذر له وبتقول له انها مسامحاه على كل حاجه، بس كايل بيتعامل بكل برود من غير حتى ما يغير ملامح وشه، وبيقول له ان هو ما كانش عارف ان كانت عايشه ولا ميته ولا مهتم اصلا يعرف، ولا هو لازم يقتلها عشان يبقى قاتل محترف. ولما بيحس سيكا ان كايل فعلا متسيطر عليه بيلقي تعويذه وبيخلي المكان حواليه كله ضباب ومحدش بيشوفه، وبيتحرك سيكا وبيضرب كايل بعدد من التعويذ، لكن كايل بيكون قوي جدا فبيقرر سيكا ان هو يستدعي واحد من الوحوش واللي بيكون اسمه مينيتور اللي بيضرب كايل وبيرميه لبعيد. وقتها سيكا بيشوف ان كايل بدأ يتعب جدا وبيجيب دم وواضح ان التعويذه بتدمر في جسمه، وبيفوق كايل لثواني وبيطلب من سيكا يعتذر لمابل وبيقول لها ان اخوها بيحبها جدا وما يقدرش يستغنى عنها. بيحاول وقتها سيكا ان هو يشفي كايل ويشيل التعويذه اللي حواليه وبيستخدم عدد كبير من الشيكا، وطبعا الموضوع بيبقى صعب جدا، وطوبي بتطلب من سيكا ما يعملش كده لانه لما عمل كده في الحياه السابقه ده كان سبب ان هو يخسر حياته، وان هو عشان يشيل التعويذه من جسم كايل لازم تدخل في جسم سيكا وده هيدمره، فبيكتفي ان هو يخفي جثه كايل تماما وبتنتهي المباراه وبيفوز سيكا. وبعدها سيكا بياخد مابل وبيروحوا علشان يدفنوا اخوها بطريقه كويسه، ومايل بتشكره على كل حاجه عملها علشانها وعلشان اخوها، وبتقول له كمان ان هي اصلا مش فارق معاها حاجه، وبيقول لها سيكا اللي هي هتيجي معاه على الاكاديميه من تاني ودلوقتي ما عادش ليها اي اعداء، وفعلا بتفرح جدا لما بتشوفها ايمو بتطلب منها ان هي قبل ما تدخل الشله بتاعتهم تبارزها، وفعلا بتبارزها مابل وبتخسر ايمو زي كل مره، بس المره دي ما بتبقاش متضايقه، وبيرجعوا كلهم على الاكاديميه وسيكا بيقابل المديره وبيعرفها ان هو قدر ينقذ البطل المزيفه اللي كانت بعتاها، تستغرب ان هو قد ايه شخص ذكي وبيفهم كويس، وبتعرفه ان هي شافت مابل من فتره وكانت مشفقه على الحياه اللي هي عايشاها، وبتعترف له بكل الحاجات اللي هي عملتها، وبيستغرب سيكا وبيقول لها انها زي ما خافتش ولا مره ان مابل ممكن تخسر، فبتعرفه ان مابل قويه جدا وكانت هي واثقه فيها تماما، وبتقول له ان هي طول ما هي في الاكاديميه هتفضل تحميها وانها موافقه عليها تكون طالبه جديده عندها، وبتشكره جدا. وبعدها بيروح سيكا يتكلم مع اصحابه وبيعرفهم ان مابل مش شاطره خالص في الدراسه، بس سيكا بيقول لها مفيش الكلام ده وان في اختبارات مهمه، وبيجبروها على المذاكره لان الاصدقاء لازم يساعدوا بعض، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وعن الاجازه، بس بيقول لهم سيكا ان هو هيبقى مشغول قوي الاجازه دي بسبب موضوع التنين اللي ظهر في مملكه استيريا، وبيعرفهم ان واحد من المسؤولين في المملكه دي طلب من والد سيكا انه يوديه هو مخصوص علشان يشوف موضوع التنين، وبيبقوا طبعا مبسوطين ان صديقهم سيكا قوي جدا ومشهور، طلب منه ايمو ان هي تيجي معاه في الرحله دي، بس هو بيرفض لان اهلها زمانهم مستنيينها، ومابل بتقول له خلاص انا بقى اللي هروح معاك، فبيقول لها لا وان هي المفروض تذاكر عشان لما ترجع تعرف تحل في الامتحانات، وطبعا بيقرر ان هو ياخد معاه ايفا لان هي فاضيه وملهاش حد يسال عليها. وساعتها بيجي شخص نبيل وبيكون باين عليه الغرور والتكبر، وبيكون ده هو ولي عهد مملكه استيريا واللي اسمه سيسيليو، ومعاه المساعده بتاعته الجنيه ليزا، وبيتعرف ولي العهد على سيكا وبيسلموا على بعض. ولي العهد اول ما بيشوف ايفا بيفكرها واحده من الامراء لدرجه انه بيطلب منها الجواز وانها تنضم للحرملك بتاعه، بس طبعا بترفض وبتقول له ان هي خادمه سيكا، ولي العهد ما بيهتمش وبيقول له انه ممكن يشتريها باي مبلغ سيكا يطلبه، لكن سيكا بيرفض وبيقول له ان ايفا صديقته مش مجرد خادمه، فليزا ساعتها بتحس ان ولي العهد بيعك الدنيا، فبتطلب منهم يروحوا على المكتب علشان يعرفوا يتكلموا، وبيحكي ولي العهد عن التنين اللي عامل فوضى في المملكه كلها وعدد كبير من الشعب بقى بيخاف منه، وده بعد ما فضل التنين عايش مع شعبه لفتره طويله في سلام ومحبه، وكمان كان بيساعدهم في الزراعه، لكن فجاه سلوكه اتغير جدا، ولما بيسالوا سيكا ايه اصلا اللي خلى مملكتهم تتبنى تنين زي ده بيعرفوا
بيعرفوا ان الجدة الملكة لقت بيضة التنين دي وحافظت عليها لحد ما فقست، ومن وقتها وهو بيعتبر الملكة الجدة ام ليه وعايش معاهم لحد دلوقتي. لحد ما مرة واحدة سلوكه اتغير، فبيقول له سيكا ان هو هيجي معاه وهيساعده عشان يتخلص من موضوع التنين ده. وبيخرج من هنا بيلاقي مابل وايمو ماسكين وبيطلبوا منه ان هو ما يبيعش ايفا باي ثمن، وده لانها صديقتهم، وبيكون سيكا مستحيل يفرط في ايفا لاي سبب. وبعد يومين بيتحرك سيكا مع ايفا ولي العهد والحراسة طبعا للمملكة، وبيظهر على ايفا انها مبسوطة وان ولي العهد معجب بيها جدا. واول ما بيوصلوا للعاصمة بيظهر التنين وبيشوفوا سيكا، وبيكون حجمه كبير جدا، بس الغريب ان التنين بيبقى غاضب جدا وبيهجم عليهم، لحد ما بيجي مستدعي الارواح اللي بيستدعي روح النمر اللهيب واللي بيخوف بيه التنين، فبيهرب التنين بسرعة. اما نمر اللهيب فبيحاول يهجم على ايفا وهي من توترها ما بتعرفش تتحرك، وسيكا بيخاف عليها جدا وبيوقف النمر عن طريق تعويذة الجليد، لكنه بيقدر يسيح الجليد وبيهجم على سيكا واللي كان هيدمره. وعلى اخر لحظة بيجي المستدعي وبيسلسل النمر وبيخفيه، بس ولي العهد بيتعصب جدا وبيقول الساحر المتحكم في النمر انه كان هيأذي سيكا وده جايب وصية من الملك نفسه، بس الساحر المستدعي بيكون مهمل جدا وبيفضل يضحك وما بيكونش فارق مع حاجة، وبيقول له ان الفترة اللي غاب فيها ولي العهد التنين بقى شرس جدا اكتر من الاول لدرجة ان هو هجم على عدد كبير من الناس. فسيكا بيسأل ولي العهد هو مين ده، فبيعرفوا ان هو طلب مجموعة من المرتزقة وان ده القائد بتاعهم الساحر مستدعي الارواح. فبيستغرب سيكا ان ولي العهد طلب مرتزقة، وبيقول له ولي العهد وعينه في الارض انه كان طالب من المرتزقة يذبحوا التنين. طبعا سيكا بيرفض الفكرة دي لان التنين ده رمز بلدهم، ولا الملكة ولا الشعب هيسامحوه ابدا انه يعمل حاجة زي دي. بس ولي العهد بيقول له ان هو مسؤول عن المدينة هنا وان هو بيعمل كده عشان سلامة الناس، واكيد الملكة والشعب هيقدروا ده. الساحر بيتضايق جدا من كلام سيكا وبيحاول يقلل منه ومن شأنه، وبيقول ان هو لسه طفل ومش هيعرف اكتر من السحرة. فسيكا بيرد على الكلام اللي قاله وبيقول له يا ريت ما يسيبش الحيوانات بتاعته طليقة كده عشان ما يدمرهمش، وبيطلب ولي العهد من الساحر انه يحترم سيكا وما يعملش معاه اي مشاكل لان ده ضيف الملكة. وساعتها بيبص سيكا لايفا واللي بيهزقها، وده لانها ما قدرتش تدافع عن نفسها وبيكون متعصب عليها جدا، وبيقول لها يا خسارة لانه كان مفكر انها لو حصل لها اي مشكلة هتقدر تدافع عن نفسها في الوقت اللي هو مش هيبقى موجود جنبها فيه، لان مش كل مرة هو اللي لازم ينقذها. فبتتضايق ايفا جدا من الكلام ده، وولي العهد بيطلب منه ما يزعق لهاش. وبيتحرك سيكا وبنعرف ان هو عمل كده من خوفه عليها لان اخوه مات زمان وهما بيحاولوا يسيطروا على واحد من الوحوش واللي كان تنين قوي جدا، وهو مش عاوز يتعرض للموقف ده مع ايفا. بعدها بيروح سيكا يقعد مع ايفا ويجيبوا في التاريخ القديم للتنين مع المملكة، وبنعرف ان هما كانوا اتنين ذكر وانثى، وكان عندهم بيضة والملكة هي اللي حافظت عليها. بس بعد فترة الانثى ماتت بشكل طبيعي والتنين الصغير هجر العيش وما عادش غير التنين الذكر، وما بيكونش في اي تفسير للعنف اللي هو بيعمله ده. فبيقول وقتها سيكا ان هو لازم يطلع على الجبل عشان يعرف بالظبط ايه هو اللي بيحصل مع التنين، وطبعا ايفا بتخاف عليه جدا بس ده بيكون الحل الوحيد. وبالليل ايفا بتروح لأوضة سيكا وبتكون خايفة وبتقول له ان ولي العهد طلب يشوفها دلوقتي وهي خايفة تروح وتقابله، فبيقول لها سيكا ما تروحش وكمان بيسمح لها تبات عنده في اليوم ده. وبيسألها سيكا وهو متضايق لو كانت حابة تنضم للحرملك زي ما هو طلب منها، وهي ما بتبقاش حابة الفكرة وبتقول له انها اسفة لو كانت اتسببت في مشاكل ليه، بس هو بيقول لها ان مفيش مشاكل ولا حاجة، هو بس شايف ان العرض اللي عرضوا عليها ولي العهد كويس جدا. فبتحس ايفا بالحزن وبتقول انها هتفكر. وتاني يوم توبي بتقول لسيكا انها متأكدة ان ايفا معجبة بيه والا ما كانتش زعلت من كلامه. وبيروح بعدها سيكا لولي العهد وبيقول له ان هو هيطلع عشان يشوف التنين بنفسه، ولما ولي العهد بيعرض عليه لتاني مرة ان هو يشتروا منه ايفا باي مبلغ هو عايزه، سيكا بيرفض وبيقول له انه ممكن يوافق في حالة ان ايفا بس هي اللي تكون عاوزة تسيب. فبيفرح ولي العهد وبيقول ان دي فرصة كويسة لان سيكا مش هيبقى هنا وهيطلع للجبل. بعدها بيروح سيكا يودع ايفا وبيتحرك ناحية الجبل وبيستدعي واحد من الوحوش بتاعته علشان يبقى معاه في رحلته. اما ليزا مساعدة ولي العهد بتستغل الفرصة وبتروح تتكلم مع ايفا وبتحاول انها تشككها في سيكا، وبتقول ان الطفل زي ده ما عندوش قوة روحية اصلا ولا قوة سحر، ورغم كده هو قوي جدا. وبتكون ليزا شاكة ان هو مش بشري عادي واحتمال كبير يبقى من الشياطين، لكن ايفا مش بتصدقها وبتقول لها انها متأكدة يعني سيكا بشري وانها عارفة ان هو شخص ذكي وبيتعرض لمشاكل كتير وهو طفل وده اللي خلاه قوي. وبتعرض عليها ليزا انها تسيب سيكا وده لان هو هيتعرض لمشاكل كتير في المستقبل وده بسبب شهرته وشخصيته الغامضة. وبتطلب منها تيجي معاها تاخدها جولة حوالين الحرملك في المملكة يمكن تغير
تغير رأيها وتبقى واحدة من حريم ولي العهد. وقتها بقى سيكا كان وصل أخيرا للمكان اللي فيه التنين، وطبعا التنين أول ما بيشوفه بيهجم عليه، وبنكتشف إن في بيضة أصلا تحت التنين ومش بيبقى في حد عارف هي جت منين. بس سيكا بيستدعي وحش الطين اللي بيثبت التنين مكانه، بيوقع عليه عدد كبير من الشباك القوية، وساعتها بيهدى التنين وبيروح سيكا عند البيضة وبيلاحظ إن التنين مش عارف يهتم بيها، وبيبدأ هو يحركها. ولما بيحس التنين إن سيكا جاي علشان يساعده في الاهتمام بالبيضة بتاعته بيسيبه. ومش كده وبس، ده بيساعد سيكا كمان إن هو يولع نار، وبيفضل سيكا يحرك البيضة وحواليها التنين بيقعد جنبهم بكل هدوء. ولما بيتأكد سيكا إن البيضة دلوقتي في أمان والتنين بقى هادي وما عادش مضطرب وخايف زي الأول، بيقول له إن هو هيمشي، لكن التنين بيرفض وبياخده علشان يبات معاه في اليوم ده. في الوقت ده بقى في المملكة كانت ليزا أخدت إيفا وقعدت بتوريها الحرملك، وبيكون في عدد كبير من الأميرات من ممالك مختلفة وبنات ذكية وشاطرة وجميلة، وبتعرفها إن المملكة بتهتم بالحريم جدا وبيعاملوهم معاملة مختلفة، وبيعلموا البنات كل أنواع العلوم والرياضة والإتيكيت وحاجات كتير جدا. وبتقول لها ليزا كمان إن الملكة أحلام حاليا كبيرة في السن، وعشان كده هي عايزة تجوز ولي العهد بسرعة، وبإن هو معجب بيها فأكيد هي هتبقى زوجة ولي العهد والملكة في المستقبل. بس وسط الكلام ده كله بتكون إيفا أصلا مش حابة تبقى مع ولي العهد، ولما بتاخدها ليزا عند ولي العهد بتلاقي معاه عدد من الأشخاص، ومنهم واحد بيكون تاجر عبيد، وبيبقى ولي العهد جايبه علشان يحدد قيمة المبلغ اللي المفروض يدفع في إيفا، وبيقول إنها كويسة جدا عشان كده بيحدد رقم كبير، وولي العهد بيوافق عليه على طول، وبيطلب من المسؤول عن الخزينة يجيب الفلوس دي حالا. وإيفا ما بتبقاش فاهمة إيه اللي بيحصل حواليها، ولما بتسألهم هم بيعملوا إيه بيقول لها ولي العهد إن دي مراسم فك عبوديتها وإن هو هياخدها من سيكا. بس هي بتتضايق جدا وبتقول لهم إن سيكا عمره ما هيوافق ولا حتى هيتخلى عنها، بس ولي العهد بيبقى واثق إن هو هيوافق بعد ما ياخد المبلغ الضخم ده من الفلوس، وإن حتى هو لو رفض فهو دلوقتي في المملكة بتاعته وولي العهد هيسجنه، وبالتالي هي هتبقى حرة وهياخدها. بتتضايق إيفا جدا وبتخاف من تصرفات ولي العهد، وبيكونوا جاهزوا كل حاجة ومش باقي غير البصمة بتاعت إيفا على الورق عشان تبقى ملك لولي العهد. ولما بترفض إيفا ولي العهد بيطلب من الجنود يمسكوها ويخلوها توقع بالعافية، وليزا بتعور إيد إيفا علشان تبصم وهي بتبقى خايفة جدا. لكن على آخر لحظة بيجي سيكا وبيكون راكب على ظهر التنين والكل بيتفاجئوا منه، بيقول لهم معلش بقى إني اتأخرت عليكم، وبيكون عايز حد معاه عشان يهتم بالبيضة بتاعت التنين، وده لأنه مش هيعرف يهتم بيها لوحده. وبينادي على إيفا اللي بتسيبهم وبتجري عليه وبتركب وراه وبتبقى فرحانة إن هو جه وأنقذها. وولي العهد بيتضايق جدا لأن إيفا رفضها، وبيوصلوا هما الاتنين عند المكان اللي فيه البيضة بتاعت التنين. قبل ما يتحركوا أو يعملوا أي حاجة بيهجم النمر الناري على التنين، بس سيكا بيقف له وبيجي السحر ومعاه المرتزقة بتوعه، وبنعرف إن هما أصلا هنا بغرض إنهم ياخدوا البيضة بتاعت التنين، وطلعوا بينصبوا على ولي العهد كل ده. ولما بيحاول نمر النار يهجم عليهم من تاني إيفا هي اللي بتصده وبتخلص تماما عليه، فبيتضايق الساحر وبيخلي كل رجالته يهجموا عليهم، لكن بيقف التنين بنفسه وبيقرر انه يخلص عليهم. بس سيكا بيوقف التنين وبيسيطر على المرتزقة كلهم وبيربطهم وبياخدهم عند ولي العهد، وبيكشف سيكا اللعبة القذرة اللي كان بيلعبها الساحر والمرتزقة بتوعه، فبيرميهم ولي العهد في السجن. وبيحكي له سيكا بقى عن قصة التنين ده، وبيقول له ان التنانين بعد فترة طويلة وخصوصا الذكور بيقدروا يغيروا جنسهم عشان يقدروا يحافظوا على السلالة ويجيبوا اطفال وما تنتهيش السلالة بتاعتهم. وفعلا التنين ده قدر ان هو يحول جنسه من ذكر لانثى، وده اللي عمله التنين، وحاليا هو التنين انثى وقدر يجيب البيضة دي. وكان كل ده بسبب خوفه لان هو مش قادر يحميه ولا قادر يحافظ على البيضة بتاعته، ده غير ان وجود المرتزقة كان بيحسسه بوجود خطر دايما على البيضة بتاعته، وده كان سبب ان هو كان بيهاجم على المزارعين. بس دلوقتي مفيش اي داعي انهم يقتلوا التنين، بس الكلام ده ما بيعجبش ولي العهد خالص لان هو اصلا بيبقى عاوز يخلص على التنين باي شكل، وبيطلب من سيكا انه يقتل التنين او حتى يحط له سم بما ان التنين بقى بيثق فيه. لكن سيكا بيستغرب من تصرف ولي العهد وكلامه، فبيقول له ولي العهد ان هو لازم يعمل حاجه مميزه يحس فيها الشعب ان هو ملك قوي عشان يبقى هو الملك من بعد مامته، وان هو ما عندوش اي مانع انه يتخلص من التنين وبعدها يبقوا يالفوا اي كذبه. المهم ان ولي العهد يبان ان هو الشخص اللي كان بيحاول ينقذ الشعب وكده، لكن سيكا بيرفض طبعا. ولي العهد بيستغل الفرصه وبيطلب من الجنود ياخدوه على السجن، وبيقول لإيفا هي كده هتبقى ملكه. فسيكا بيتضايق جدا وبيوقفه عند حد وبيقول له ان هو مستحمله من بدري، بس اللي هو بيعمله ده غلط. فليزا اخيرا بتخرج عن صمتها وبتطلب من ولي العهد ما يجبرش حد على وجوده، وبتسأل إيفا هي عايزه تبقى مع
مع مين وبتقول لهم ان هي عايزه تروح الاكاديميه تاني مع سيكا، وبتطلب ليزا من ولي العهد يتقبل ان ايفا رفضته، وفعلا بيضطر يسكت وبيوافق ان هم يمشوا. وليزا بتعتذر لايفا عن اللي عملته معاها قبل كده وبتديها عدد كبير من القوه اللي بتساعدها على الشفاء السريع، وبتروح ايفا تاني على الاكاديميه. في نفس الوقت ده في الغابه بنشوف عدد من الوحوش بيحاربوا مجموعه من الشياطين واللي بيبقوا اقوياء جدا وبيقدروا يخلصوا عليهم بسهوله، ومنهم الوحش موديريفو وده قوي جدا ومساعد القائد، والجميله الساحره النائمه برسيلايا صاحبه عين الشر، ده غير الارنب المخادع لوني وكمان الغول غانس، وبيكون معاهم الزعيم بتاعهم، وبيكونوا ماسكين واحد من المخبرين اللي في الاكاديميه وبيطلبوا منه يعرفهم مكان البطل، بس بيظهر لهم الوحش الضخم الكبير السيكلوبس، وبيقدر القائد يقسم السلاح بتاعه بضربه واحده وبيقتل السيكلوبس الضخم وبيقتل المخبر كمان، وبنعرف ان هدف القائد والشياطين اللي معاه هو القضاء على البطل. بتمر الايام وقبل الاجازه بتاعت نص الترم سيكا بيعزم كل زمايله ايمو ومابل انهم يقضوا الاجازه عنده في البيت، وده لان باباه وعيلته عاوزين يتعرفوا عليهم. ولما بوتي بتساله هو عمل كده ليه، بيقول لها سيكا ان والده هو اللي طلب منه ده، وان في ضيف مهم جدا عندهم في البيت وعاوز يتعرف عليهم هم الاربعه، لانه طبعا كده كده ايفا هتروح معاه. بتيجي الاجازه وبيروح سيكا وزمايله على البيت وبيستقبلهم اخوه الكبير روفتو والمساعد بتاعه، وبيقول لسيكا ان دلوقتي واضح ان هو شخص ناضج وشكله كده هو ولي العهد العيله، وبيشكروا روفتو وبيرحب باصدقاء سيكا، بس بيجي صوت عالي من بعيد بينادي على سيكا، وده طبعا غيري اخوه العصبي، واللي بيطلب من سيكا ان هو يبارزه عشان ينتقم منه على تصرفاته قبل كده. فبيسلم عليه سيكا وبيساله هو عامل ايه دلوقتي في الجيش، فبيعرفه غيري انه مبسوط جدا وانه فعلا والده كان عنده حق لما قال عليه ان هو مش هينفع معاه غير الجيش، بس ده ما يمنعش ان هو لسه مش بيطيق سيكا وعاوز يتبارز معاه ويفوز عليه ويهينه زي زمان، عشان الموضوع بالنسبه له بيديله طاقه ايجابيه كده. بس ايمو لما بتعرف ان هو ده الاخ اللي كان بيتنمر على سيكا وايفا زمان بتقول له بس عندك انا اللي هبرزك، ولما بيعرف غيري ان هي اقوى من سيكا بيوافق، وبتدور ما بينهم المعركه وبيكون سيكا هو الحكم فيها، وبتكون ايمو قويه جدا وكانت خلاص هتفوز على غيري وكان هيقع على الارض، بس هو بيستخدم السحر بتاعه وبيقدر يطير السيف بتاعها وطبعا بيفوز عليها بس بالغش، وهو بالنسبه ليه بيبقى عادي جدا ان هو يفوز بالغش، وبيروح لسيكا وبيقول ان هو مش هيسيبه النهارده غير لما يتقاتل معاه. بس بيجي صوت من بعيد لبنت جميله ونبيله، وبنعرف ان هي واحده من الاميرات لان غريب بيكون هو الجندي المسؤول عن حمايتها، وبيكون خايف عليها جدا وبيقول لها ان هي ما ينفعش تتجول لوحدها كده عشان ده خطر عليها، لكن هي بتفضل ترخم عليه، فبينسى غري خالص موضوع القتال ده، وبيستغرب سيكا ان اخوه غري بقى بيسمع كلام حد بيعرفهم عليها، وبنعرف ان هي الاميره المقدسه فيونا، والكل بيقدم لها الاحترام ولان هي ليها مكانه عاليه جدا. بيتفاجئ الكل من وجودها وبيدخلوا علشان يقعدوا جوه، فبوتي بتسال سيكا معنى لقب الاميره المقدسه ده، بيعرفها سيكا ان الاميره المقدسه لقب اتعمل بس علشان فيونا، وده لان مامتها تبقى واحده من الرهبان الاقوياء جدا واللي حملت فيها بعد 15 سنه جواز، وابوها كمان يبقى هو الامبراطور، فعشان كده اخدت لقب الاميره المقدسه بسبب مكانه عيلتها القويه وانها بنت الامبراطور. وبيدخلوا يتكلموا مع بعض والاميره ايفا بتكون مبهوره بايمو، وبتطلع ان هي دي بقى الضيفه اللي عايزه تقابلهم كلهم، وبتتكلم مع ايمو وبتقول لها انها زي الابطال الخارقين اللي موجودين في القصص، وبتفضل تتكلم معاهم شويه وبيظهر من كلامها انها عارفاهم كلهم وكمان عارفه بالمغامرات والحاجات اللي عملوها اخر فتره، وبتشكرهم ان هم لبوا الدعوه بتاعتها وبتسيبهم وتقوم، والكل بيبقى مصدوم ان الاميره فيونا شخص متواضع ولطيف بالشكل ده، وده لانهم طبعا كانوا متوقعين ان هي هتبقى مغروره ومتكبره او على الاقل شخص ما بيتعاملش مع الناس بسهوله. وبعدها بيتجمعوا كلهم على الغدا وبيكون وليد سيكا قاعد معاهم وبيبص لسيكا وبيفتكر الكلام اللي قاله والد ايفا لما بيسالوا السيد لامبورغ ان كان لسه متضايق من الموضوع ان هو سمح لايفا تروح مدرسه السحر، بس بيقول له والد ايفا ان الحاجه الوحيده اللي مضايقاه ان هو خلاها خادمه لسيكا، وبيقول عليه وقتها ملعون، وبنستغرب جدا من طريقه كلامه على سيكا، والصدمه بقى انه بيقول ان سيكا مش ابنه وبيطلع ان هو يبقى ابن اخوه الصغير، بس عمه بيرفض يقول اي حاجه، بيقول على سيكا ان هو ولد طيب وما شافش منه اي حاجه وحشه، كل الناس اللي اتعاملوا معاه بيشكروا فيه وان هو مش ملعون ولا حاجه، وواثق انه في المستقبل هيبقى شخص كويس. ووقت الغدا بيسالوا اللورد سيكا لو كان مبسوط في الاكاديميه، فبيقول له ايوه ان كل حاجه كويسه، وبيستغرب سيكا من معامله والده ووالدته ليه وانهم بقوا مهتمين فجاه، بس بيقول ان ده احتمال يبقى شيء طبيعي بعد ما اثبت ان هو شخص كويس. بالليل بقى بيقعد سيكا مع بوتي واللي بيقول لها ان في حياته السابقه كانت الاميره فيونا مراته، وهي بتستغرب
بيستغرب جدا، وبتيجي وقتها ايمو وبتقعد معاه وبتقوله ان هي بعد ما تخلص الاكاديميه بتفكر انها ما تكملش دراسه وتشتغل رحاله. وبنعرف ان باباها ومامتها كانوا رحاله وان هم اختفوا في واحده من الرحلات بتاعتهم، ورغم كده هي عايزه تشتغل رحاله. وتاني يوم الاميره فيونا بتطلب من سيكا وايمو يخرجوا معاها للسوق بتاع المدينه، وطبعا بيكون معاهم غري الحارس بتاعها. وبتكون الاميره فيونا اول مره تنزل السوق وبتكون مبهوره بكل حاجه حواليها، وبتمسك ايد سيكا وبيطلعوا يجروا هما الاتنين وبيتفرجوا على كل حاجه موجوده في السوق. وبيظهر على ايمو انها غيرانه من الاميره فيونا ومعاملتها مع سيكا، ولما بيحس غري ان هما هيلفتوا الانظار ليهم بيطلب منهم يقللوا في حركتهم شويه. وبتتحرك فيونا ومعاها سيكا عند مبنى تحت الانشاء، وكان في خشب هيقع عليهم، لكن غري وايمو بينقذوهم هما الاتنين بسرعه. وهم مروحين بقى سيكا بيجيب ربطه شعره وبيربطها في شعر فيونا عشان تبقى ذكرى ليها، وبيعمل تعويذه وبيطلع لها مرايه، وهي لما بتشوف الربطه دي في شعرها بتعجبها جدا وبتشكره على اليوم الجميل اللي قضوه سوا ده. ولما بيروحوا بيتكلم سيكا مع اخوه غري وبيساله ان كانت الاميره فيونا دايما بتعمل مشاكل، بس غري بيقول له لا وان هي لطيفه جدا، وبيبقى عارف ان سيكا عاوز يطمن عليه. وبيعرفه ان هو مبسوط في شغله الحالي وان خدمه الاميره تعتبر الشرف الكبير ليه وهو مش متضايق منه. في نفس الوقت ده كانت الاميره فيونا بتدور على سيكا في كل مكان عشان تلعب معاه شطرنج، بس هو كان بيحاول يستخبى منها باي شكل، لحد ما تيجي ايمو بتقول له انها لاحظت ان الاميره فيونا متعلقه بيه قوي. وبتقول له ايمو ان هي كانت بتتدرب مع اخوه غري وان تدريبها معدها مهارات اعلى، لانه يمكن مش قوي زيها لكنه شاطر في السحر وبيعرف يعمل حيل كتير. وبتطلب ايمو من سيكا ان هو يروح يقعد مع الاميره فيونا لان هي بتلعب شطرنج لوحدها، وبتقول له يتكلم معاها شويه قبل ما يسافروا كلهم. وفعلا بيطلع سيكا يقعد معاها وبيعرفها ان هو ملهوش قوي في الشطرنج، فبتضحك فيونا وبتقول له ان هي هتحاول تتهاون معاه في اللعب. وفعلا بيفضلوا يلعبوا مع بعض ويتكلموا وبيضحكوا. وقتها سيكا بيلمح لفيونا ان هو عارف سر عنها، وبيسالها لو كانت عارفه ان هم هيتجوزوا في المستقبل، فبتبتسم فيونا وبتقول له ان هي اول مره تتكلم في الموضوع ده. وبنكتشف ان هي عندها قدره خارقه وانها بتشوف لمحات من المستقبل، وان هي عرفت ده من فتره طويله جدا لكن ما كانش ينفع تقول لاي حد. ولما شافت سيكا فعلا قدرت تشوف لمحات من المستقبل انهم هيتجوزوا، وسيكا طبعا عارف المعلومه دي لان هو كان متجوزها في حياته السابقه. وبتقول له فيونا ان هي مش بتشوف كل حاجه، بس بعد فتره طويله من اعتزالها الناس وخوفها ان هي تشوف مستقبل حد او تشوف حاجه سيئه، قررت فجاه انها تطلع وتعيش حياتها، وانها كمان تغير مستقبلها بايديها لان هي كده كده هتعيش مره واحده. وبتتكلم وتهزر مع سيكا وبتقول له كمان على الحاجات اللي هي بتخاف منها. في الوقت ده بنشوف قائد الشياطين والمجموعه اللي معاه، وبيكونوا قدروا يخلصوا على عدد كبير جدا من الجنود، وبيكون كل ده في طريقهم لمدرسه السحر. بيطلب منهم القائد بتاعهم انهم يرتاحوا لانهم داخلين على معركه قويه جدا، وبنعرف ان كلهم عندهم مهمه واحده بس، وانهم مش هيرجعوا وطنهم غير لما يخلصوا المهمه دي. وبنعرف ان القائد بتاعهم واللي اسمه تموار ده واحد من اقوى الشياطين وعنده قدرات خارقه اتولد بيها، وبعد ما بيرتاحوا شويه بيتحركوا كلهم تاني عشان يروحوا للمدرسه. وفي نهايه اليوم الاميره فيونا وسيكا بيودعوا الاخ الكبير واللي كان بيودع اخوه غري، وبيقولوا ان هو هيروح يزوره، وبعدها بيركبوا العربيات وبيتحركوا كلهم مع بعض. لكن فجاه وهم في الطريق بيوقفوا مجموعه من قطاع الطرق اللي بيدمروا واحده من العربيات، بس سيكا بيطلع بسرعه فوق العربيه اللي هو واقف عليها، وبيعمل حواليهم سحابه من البرق واللي بتدمر كل الاسهم اللي رايحه ناحيتهم، وكمان بيلقى عليهم شويه تعويذ بتخلص على عدد كبير من قطاع الطرق دول. وبيكون القائد بتاعهم واقف فوق الجبل ومستغرب من الطفل القوي ده واللي قضى على عدد كبير من قطاع الطرق، عشان كده بينزل هو وباقي الفريق بتوعه علشان يهاجموهم. بس بيجي غري والجنود بتوعه هم كمان وبيحصل ما بينهم معركه قويه جدا، وبيقدروا في النهايه انهم يسيطروا على قطاع الطرق وياخدوهم معاهم. وبتطلب الاميره فيونا انها تتكلم مع سيكا وبتشكره على انقاذهم، فبيسالها على قطاع الطرق دول وبتعرفه ان هم مش مجرد قطاع طرق، وان اكيد في حد في الحكومه بعتهم عشان يخلصوا عليها، وهي هتحقق معاهم بنفسها. وبتشكره لتاني مره لحد ما بيوصلوا عند حدود المدينه، والاميره فيونا هي وغري بيودعوا سيكا والفريق بتاعه وبيشكروه على الايام الجميله اللي قضوها سوا، وبيتفقوا ان هم لازم يتقابلوا تاني في نهايه السنه، وبيروح كل واحد فيهم في طريق. وقتها كان قائد مجموعه الشياطين هو وفريقه في طريقهم للمدرسه، وبيبقوا كلهم بيحلموا امتى هيجي الوقت اللي يوصلوا فيه لهدفهم ويوصلوا للمدرسه اللي فيها الابطال، وده عشان يخلصوا مهمتهم ويرجعوا تاني لقريتهم. وبيقفوا على جبل قصاد المدرسه وعينيهم كلها حماس، وبنعرف ان هم تم اختيارهم من كبير الشياطين عشان يقضوا على شخص معين، وان هم مش هيقدروا
يقدروا يرجعوا غير لما ينفذوا المهمة دي، عشان بعدها هيرجعوا يعيشوا تاني في قريتهم في سلام. وقتها كان سيكا وصل للمدرسة وبيروح يتكلم مع المديرة بتاعته، واللي بتكون عارفة ان الأميرة فيونا موجودة في بيت عيلة سيكا، وبتقول له ان هو بكرة هيبقى ليه مكانة عظيمة، بس يا ريت ما يستخدمهاش في الغلط لأنه كل حاجة بإيديه. فبيشكرها سيكا وبيمشي. بوتي بتبقى خايفة وحاسة ان في حاجة مش مريحة، وخصوصا ان المديرة بتاعتهم دي عارفة كل حاجة وكل حركة بيعملها سيكا، وبتبقى حاسة ان هي بتراقب سيكا. بس هو بيطمنها وبيقول لها يا ريت ما تنساش ان هو اكبر واقوى ساحر على الارض. وقتها بقى بنشوف القائد هو والفريق بتاعه بيكونوا اخيرا وصلوا للمدينة، وطبعا كلهم بيبقوا فرحانين، والقائد بيعيد عليهم الخطة بتاعتهم من تاني، وان هم هيدخلوا للمدرسة مع بعض، وكل واحد فيهم هيدخل من باب مختلف، وده علشان يكونوا محاصرين المدرسة كلها، ولازم يجمعوا الطلبة كلهم في ساحة المدرسة ويخلصوا عليهم. حتى لو حد فيهم ظهر له البطل اللي المفروض اصلا هم جايين علشان يخلصوا عليه فورا، وبما ان البطل صغير في السن فمنستاهل ان هم يخلصوا عليه، وبيكونوا متفقين على الخطة دي. بس الشيطان الارنب لوني بيسأل القائد هل هم فعلا هيقدروا ينفذوا الخطة بسهولة كده، وده لانه حاسس ان في حاجة غلط هتحصل. لكن القائد بتاعهم بيطمنهم ان كل حاجة تحت السيطرة، وبيطلب منهم ينطلقوا بسرعة علشان الخطة بتاعتهم ويلحقوا يرجعوا لمدينتهم من تاني، وما ينسوش ان اللي بيعملوه ده يعتبر مهمة وطنية عشان ينقذوا فيها نفسهم وشعبهم واهلهم من الخراب اللي ممكن يجي من ورا البطل. ومساعد القائد بيعمل لهم تعويذ علشان ينتقلوا من مكانهم للاماكن اللي المفروض يظهروا فيها في المدرسة. واول شخص بيتنقل هو مساعد القائد، بس الغريب انه بيلاقي ضباب لونه احمر بيخليه مش شايف اي حاجة قدامه، ولما بيحس ان في طلبة جايين ناحيته بيرمي عليهم حمم من النار علشان يخلص عليهم. اما الارنب لوني والساحرة النائمة فبيظهروا في مكان واحد وبيتمشوا علشان يشوفوا الطلبة فين، بس الغريب ان هم بيلاقوا نفس الضباب بس مش بيهتموا وبيتكلموا مع بعض. وبنعرف ان الساحرة دي قوتها عظيمة جدا وانها ما استخدمتهاش من مئات السنين، وعشان كده هي فخورة جدا انها قدرت تشارك مع المجموعة اللي هيقتلوا البطل وترجع المجد لعيلتها من تاني. بس لوني بيحس ان في حاجة ما بين الاشجار، فبيستدعي الذئاب بتاعته علشان تروح تشوف في ايه، وخلال ثواني بيجي واحد بس والتاني بيكون مات. اما الغول فبيكون هو كمان خرج من البوابة بتاعته، واللي بيكون حواليه نفس الضباب، بس المرة دي بقى بتظهر قدامه مابل وبتسأله كمان عن سبب وجوده هنا، وبتكون مفكرة واحد من رابطة التجار وبتهجم عليه بكل قوتها. لكن الغول بيكون قوي جدا وبيصد هجماتها وبيضربها بقوة وبيبعدها بعيد عنه، وبيبدأ يضربها يمين وشمال لكنها بتتفادى ضرباته وبتهجم عليه بكل قوتها، وبتهجم عليه كمان بسلاحها القوي. وهو بيستغرب ان ازاي بنت صغيرة في السن زيها وقوية وبتتحرك بخفة مع سلاح زي ده، فبيشك ان هي دي البطلة، فبيضربها بقوة لكنها بتحدف عليه 3 خناجر بيسيبوا دراعه، وهو بيقول ان هما ما عملوش حاجة فيه، وبيضحك وبيقول ان السكاكين الصغيرة دي مش هتأثر عليه. لكن بيخرج من السكاكين دي احبال من تعويذة الشر وبتسيطر عليه، وبتكون مابل مفكرة ان الغول كده مش هيعرف يتحرك. رغم كده الغول بيبقى قوي جدا وبيقدر يقطعهم بسهولة، وبيقول لها ان هو عنده قوة لمقاومة السحر، وساعتها بيجري بسرعة وبيهجم عليها وبيضربها ضربة قوية جدا. بس بنكتشف انها اختفت، وبنلاقي ان في واحدة من الشيكة بتاعت سيكا موجودة، وكان هو اللي عامل كل ده اصلا وانه انقذ مابل. اما القائد بتاعهم فبيطلع من البوابة بتاعته هو كمان، وبعد ما بيمشي كتير بيلاقي برضه ضباب وبيقف عند مكان معين، وبيلاقي كل زمايله اللي معاه في الفريق جايين ومتجمعين عند نفس المكان ده. والغريب ان هم اصلا ما كانش في بالهم يتجمعوا خالص دلوقتي، المكان كله مليان ضباب، وبيحسوا وقتها ان في حاجة غلط وان في حد هو اللي عمل كل ده علشان يجمعهم في المكان ده. والاغرب بقى انه كلهم بيلاقوا الشيكة موجودة معاهم في كل حتة، وبنكتشف هنا انهم اصلا ما قابلوش اي حد من الطلاب، وان كل دي كانت تعويذ من سيكا. وساعتها بقى بيسمعوا صوت سيكا واللي كان قاعد بيغني فوق مكان عالي، وبيقول لهم ان هم اغبياء وان هو اللي عمل كل المكان اللي هم فيه ده اصلا من تصنيعه هو، وانهم حتى ما وصلوش جوه المدرسة. وطبعا الكل بيتفاجئ من كلامه ده، ولما بيحاول الغول انه يحاول يتكلم قدام سيكا في اقل من ثانية سيكا بيكون قاطع راسه عن جسمه. ولما بتحاول ساحرة عين الشر ان هي تهجم على سيكا وبتكون مستخدمة عين الشر بكل قوتها، سيكا بيستدعي وحش التعبان الابيض الضخم وده عينه مقفولة تماما، بس بيقدر بسهولة يدمر عين الشر اللي عند الساحرة وبتقع على الارض. لوني بقى مش بيسكت وبيهجم على التعبان الابيض، ولما بيتأكد انه مش بيشوف بيقرر يتكلم معاه وبيحاول يكون صديقه، بس التعبان بياكله في ثانية واحدة بس. وبكده بيكون سيكا خلص على 3 منهم، ومش باقي غير قائد الفريق والمساعد بتاعه، وبيطلب قائد الفريق من المساعد يهرب بسرعة ويروح على ارضهم ويحكي كل حاجة لشعبهم.
وقائد الفريق وقتها بيكون قدر يعرف مين هو سيكا وسبب قوته دي، وبيطلع ان هو سيد الشياطين المستقبلي، وبيقول لهم سيكا انه عارف انهم جايين علشان يقتلوا ايمو البطلة، بس هو مش هيسمح لهم بدال انه هو اللي هيحميها. ولما قائد الفريق بيستخدم كل قوته وبيهجم على سيكا بالحمم البركانية، سيكا بسهولة بيقدر انه يصدها وبتقع على القائد بتسيحه، والمساعد بتاعه بيهرب على اخر اللحظة لكنه كان اتصاب اصابات كتير، وسيكا بيبعت وراه واحدة من تعاويذه بتخلص عليه في الغابة، وبيرجع هو للأكاديمية ولا كأنه عمل أي حاجة. وتاني يوم على العشاء وهم قاعدين بيتعشوا عادي جدا ومفيش أي حاجة، بتيجي قوات من الجيش، والغريب بقى إنهم بيكونوا عاوزين يقبضوا على إيمو بتهمة قتل المبعوث الإمبراطوري امبارح في المدرسة، وبياخدوها فعلا وبيمشوا. وبيبقى الكل مش فاهمين ليه إيمو ممكن تتعرض لحاجة زي دي، ليه أصلا عملت حاجة زي دي. فعلى طول سيكا بيروح للمديرة وبيسألها عن سبب إن إيمو اتقبض عليها كده فجأة، وكمان حراس الإمبراطور يعني مش أي حد، الموضوع ده كبير جدا. بس مديرة المدرسة بتقول لهم إن الوضع روتيني، هم بس هيحققوا معاها، وهي بكرة بنفسها تروح تترجى الإمبراطور يفرجوا عنها. بس بتطلب من سيكا وزمايله ما يعملوش أي حاجة، لأن التصرف متهور ولو بسيط حتى هيصعب موقف إيمو أكتر. وفعلا بيخرج سيكا لزمايله، بتكون إيفا مستغربة إن سيكا واقف بهدوء كده من غير ما يعترض، وحتى بيقول لهم إنه هينام ومش عاوز حد يزعجه ولا حد يتدخل في حبس إيمو. وبيجي الليل من هنا وسيكا بيستدعي التنين الأقوى من هنا، وبيروح على سجن اللي فيه إيمو، وبينشر السيكا بتاعته في المكان لحد ما بيعرف مكان إيمو فين بالظبط، وبينزل في السجن. بس الحراس بيتلموا عليه من كل مكان وبيكون عددهم كبير جدا، بس سيكا مش بيستسلم وبيستدعي وحش السيوف السريع، وبيكون أسرع وحش ممكن تشوفه، وبيقتل كل الجنود خلال ثواني بسيطة. وبيقدر وقتها سيكا انه اخيرا يدخل لإيمو في السجن بتاعها وبيحررها. بس الغريب انه بيلاقيها مش خايفة ولا حتى قلقانة، وكمان بترفض تمشي معاه وكأنها كانت عارفة انها هتتسجن، لحد ما بيجي غريو مع الأميرة فيونا، وبتشكر إيمو الأميرة فيونا انها بعتت لها غريب البطانية. والأميرة فيونا بقى بتحكي كل حاجة لسيكا، انها عارفة انه هو الملك الفاسد اللي بيظهر كل 100 سنة وبيدمر العالم، والملك الظالم ده لما يظهر بيكون قدامه بطل قوي وعادي. ومعنى كده ان في المستقبل سيكا لو بقى الساحر ظالم وفاسد، إيمو هتكون هي البطلة، وإيمو ضعيفة جدا قوتها ولا حاجة جنب قوة سيكا، وده معناه ان البطلة في العالم ده هتتهزم، وبكده الشر هو اللي هيسيطر على العالم. والأميرة فيونا مش عاوزة ده يحصل، وعشان كده هي كانت مراقبة سيكا طول الوقت اللي فات ده. وبنعرف ان كل الوحوش اللي كانوا بيروحوا يحاولوا يخلصوا على إيمو هم اصلا كانوا مبعوتين لسيكا. فالأميرة فيونا بتطلب منه يغير مستقبله هو كمان، ويعيش كشخص مسالم وكويس مع اصحابه، وبتقول له كمان ان الساحر الشرير كان دايما بيعيش طفولة كلها بؤس، بس هي طلبت من ست توديه لعيلة اللورد، العيلة اللي اتربى فيها، وتقول انه كان ابن اخوه. فبيتأكد سيكا فعلا انه مش من عيلة اللورد اصلا، عشان كده بيطلب من الأميرة فيونا تخرجهم من هنا، هو اصلا مش عاوز يبقى شرير. وفعلا بتساعده الأميرة فيونا وبتخرجه هو وإيمو لبره السجن، بس هو قبل ده بيخرج يخرج كل الجنود اللي كان مسيطر عليهم، وبعدها بياخد إيمو وبيتحركوا بسرعة من السجن، وبيفضلوا يتمشوا وبيسافروا من بلد لبلد. وسيكا بيقول لإيمو انه هو مستعد انه يبقى مستكشف معاها بعد ما يخلصوا الدراسة، وبكده هيفضل معاها اطول وقت ممكن ويحميها كمان. وهي طبعا بتفرح جدا وبتشكره انه معاها، وبيفضلوا مسافرين كده لحد ما بيقدروا يوصلوا للمدينة، وهناك بيقابلوا اصدقائهم مابل وايفا، واخيرا بيتجمعوا تاني مع بعض ومش بيفترقوا تاني ابدا. ولحد هنا بينتهي الانمي بتاعنا على كده. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد، واستنونا في الملخصات اللي جاية. سلام.